شباب التراس العمدة الجامدين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هناخد اهم حصة ريفيجن على الكيمستري ممكن تشوفوها. بص، بما ان الكيمستري يعني عامله زي النحو كده في العربي وزي الجرامر في الانجليش، ما فيهاش حاجه اللي هو خدنا ديت في السنه اللي بعديها مش مهم لو نسيت ديت، لا هي تراكميه. الكيمستري تراكميه جامده جدا، من اول حاجه اخدتها في الفيرست بريب هتفضل مستمره معاك لاخر مرحله تعليميه هتدرس فيها الكيمستري. في باب هو اتسمت كده ليه؟ بص، حته ليه مش في كل الاليمنتس نقدر نجاوبها، لا في كل الاليمنت ليها اسباب. انا مش هشغل بالك برغي كتير، انا هطمنك. يعني ايه مثلا؟ يعني هاجي اقول لك فلان سميناه كذا عشان اول حرف، فلان سميناه كذا عشان اول حرف وثاني حرف، فلان سميناه كذا. في بعض الاليمنتس ليهم حروف السيمبلز بتاعتها ملهاش دعوه خالص باسمها. هقول لك برضو ليه. طب هل ال 118 هنتكلم عليهم؟ لا، انا هفهمك الفكره واللي يخصك واللي هتتعامل بيه. زي مين؟ زي مثلا لما نيجي نتكلم على الهيدروجين، خلاص اول حرف من اسم كلمه هيدروجين اتش، فاديناها اتش. الاهم ان هي اتش كابيتال. شباب لازم نبقى متفقين ان اي اسم حضرتك بتيجي تكتب اسم حضرتك وبعدين اسم والدك وبعدين اسم جدك اتش كابيتال. طيب كلورين تيجي تقول لي مثلا ما اديتهاش كلمه سي اتش ليه؟ الصراحه اللي بيميز نطق كلمه كلورين مش الاتش، لان انت ما بتنطقهاش حرف شين، انت بتنطقها كلورين، فبنحطها بكلمه سي ال على طول. طيب طبعا هنا السي كابيتال لكن ال سمول، وده اول اتفاق بنتفق عليه. لما بيكون الاليمنت من لتر واحد بتبقى كابيتال لتر، لما بيكون من 2 لترز بيبقى الاول كابيتال والتاني سمول. هيليوم اتش اي. طب ليه ما ادالوش اتش؟ والله لان الفيرست لتر كومن، فيرست لتر موجود عندي هنا وموجود عندي هنا، فهنبقى مثبتينه هو. طب انا افرق ازاي؟ فبروح اعمل ايه؟ عندي اتنين اسمهم مينا، فبروح مدي الواحد ام والتاني راح مديله ام اي. طب في واحد تالت اسمه مينا راح مديله ام اي. طب في واحد رابع راح مديله ام ان. طب في واحد خامس ممكن اروح مديله اول حرف من اسمه وتاني حرف من اسم جده. احنا بنبتدي نعمل ايه؟ بنعمل سيمبل مميز سبيسيفيك. مجرد ما اقول لحضرتك اتش يبقى حضرتك عارف انه هيدروجين. اتش اي رحنا على الهيليوم، ال اي رحنا على الليثيوم. مفيش حاجه اسمها تكرار السيمبل لاكتر من element. كل element has a specific سيمبل. طيب الارجون اي ار، خلاص اديك فهمت التركايه، اول حرف اول حرف اول حرف، الدنيا رايقه. ليثيوم ال كابيتال اي سمول. بوتاسيوم بوتاسيوم. طيب ليه ما تسميتش بالبي؟ تقول لي يبقى عشان محجوزه للفوسفورس. اقول لك لا، البوتاسيوم جاي من لاتين نيم، من اسم لاتيني اسمه ايه؟ اسمها الكاليوم. بص، معظم الاليمنت او اسماء كتير قوي من الاليمنت هتلاقيهم كلمه اخرها بتنتهي بسافكس اسمه يم. يم في اللغه اللاتينيه يعني كلمه element، ما عدا بعض كده الكلمات المهمه قوي اللي تنتهي بكلمه جن. دي زي مين؟ زي الهيدروجين، زي النيتروجين، زي الاكسجين. طب اشمعنى دول بالجن واشمعنى دول باليم؟ يم يعني element. طب والجن؟ جن دي كان اختصار كلمه جنريتورز، يعني حاجات بتولد. كان في اعتقاد ان الاليمنت اللي مولده بقيه الاليمنتس التانيين او مولده بقيه الحياه او اللي من غيرهم الحياه مش هتقدر تستمر هو الهيدروجين والاكسجين والنيتروجين. بعد كده في هنا افكار. طيب هيليوم وبعدين عندي كلورين، وده اشمعنى دي خدت كلورين؟ عندنا حاجه اسمها الهالوجين او بننطقها النطق الفلاحي الجميل بتاعنا عشان ودانك بس، لكن مش ده النطق الصح، هي اسمها هالوجين. ننطقها هالوجين ونربط بعديها كلمه كلورين، فلورين، برومين، ايودين، استاتين. طيب هل ده النطق السليم؟ لا، بس عشان ودني تحفظ ان دول مع بعض. يبقى هيدروجين، كلورين، هيليوم، ارجون، ليثيوم. جينا عند البوتاسيوم خدت لتر كي، ما خدتش البي لان هي جايه من لاتين نيم اسمها مين؟ اسمها كاليوم. طيب قبل ما اكمل، هل انت مضطر تحفظ اللاتين نيم؟ لا، انا زي ما اتفقت معاك انا بعمل بيزس كامله جدا، ببدا معاك بقى من الاساس، لكن مش لازم تبقى حافظ اللاتين نيم لانه مش هيجي يسالك في الكلام ده. طيب كربون سي، هنا بقى في مشكله. جينا عند الكربون اخد السي، الكلورين خد السي ال، الكربون خد السي حجزتها لنفسها، انا اسف، الكلورين سي ال. جينا عند الكالسيوم اخدت السي اي كالسيوم. طيب جينا عند الكبر خدت سي يو، جايه برضو من لاتين نيم اسمها كيوبيريوم. وفي بعض الكلمات تانية يقول لك ان انت بتيجي تنطق كلمه كبر ما بتنطقهاش كلمه كوبر بتاع المنتخب، لا انت تنطقها ايه؟ كابر، فكانها سي يو، لكن هي جايه من اليمنت تاني اسمه من اسم اللاتيني كيوبيريوم. فلورين اف
زنك ZN، نيون Ne، برومين Br، صوديوم Na. ليه؟ مع ان الصوديوم طب نديله اس، ما عندناش element في الدنيا اسمه SO، ما عندناش سوسو في المنهج، لكن عندنا Na لانه جاي من الناتريوم. عندي كاليوم اللي هو البوتاسيوم، والصوديوم اللي هو مين؟ الناتريوم. عندي السيلفر Ag. ايه ده؟ طب ما لهاش لازمه، نفس الفكره، لان هو جاي من لاتين نيم اسمه ارجنتينيوم او بنسميه ارجنتينيوم، ويقال انه اول مره اكتشفوه كانت في الارجنتين. مغنيسيوم Mg، ايودين I، الومنيوم او الومنيوم Al، الجولد Au، سيليكون SI، والميركوري Hg، والفوسفورس P، والليد PP، والسلفر S، والبورون B، والبريليوم BE، والكروميوم CR. يبقى اذا انت مبدئيا بقيت عارف ليه الاليمنت واخده حرف، وليه واخده حرفين، وليه في اليمنت واخده حروف مش من اسمها، لان هي جايه من مين؟ من اللاتين نيم زي ما اتفقنا. طيب تعال نشوف كده، بيقول لي الكيمستري مثلا اتفقت معانا على ايه؟ لما جم يحطوا الاتفاقيه ازاي يسموا كل حاجه، قال لك السيمبل اوف ذا element is represented by 1 letter. لو هو من 1 letter فهيبقى written in a capital letter، لكن لو من 2 letter الاولاني هيبقى capital والتاني هيبقى small. فلو حضرتك مثلا اتلخبطت في اي مره وكتبت لي لتر كابيتال والحرف الثاني بتاعه كابيتال كمان، انا كده هفتكرك بتتكلم على 2 element مش واحد، فدي تبقى مشكله كبيره. حلو جدا، يبقى هنا دي اول التزام هنلتزمه واحنا بنكتب الحروف بتاعه الكل element. Chemical symbols of some elements. Some elements are common in their initial letters. Initial يعني بداية زي ما اتفقنا عليها وطول عمرك بتدرس كلمة initial. الحرف الأول مشترك، فأعمل إيه عشان أديله لتر مختلف؟ باجي في الحرف الثاني أديله حرف ثاني مختلف. يعني إيه؟ زي ما اتفقنا على الكربون واخد سي حاجزه، جه الكبر قال لك طب أنا كمان سي، طب والكلورين طب أنا كمان سي، طب جاي من element اسم اللاتيني للإليمنت اسمه الناتريوم، عشان كده أخد السيمبل بتاعه N كابيتال والA سمول. البوتاسيوم خد الكاليوم اللي هو الكي. الايرون جاي من حاجه اسمها الفرم، ده الاسم اللاتيني بتاعه، عشان كده Fe. طيب تيجي ممكن حد تاني، والكلام ده برضو مش مهم خالص، بس انا عايزك تبقى متاسس وانتوا اصلا سميتوا كمان الحاجه اللاتينيه ليه. بص حبيبي، لما تيجي كده تقعد تلعب في البريودك تيبل تلاقي مثلا element اسمه اميرسينيوم، تلاقي element اسمه رذرفورديوم، اينشتينيوم. بص كانوا بيسموا الحاجات بناء على افكار كتير. كل element ليه سبب في التسميه، يا اما العالم اللي اكتشفه، يا اما المكان اللي اكتشفه. يعني في element مشهور قوي اسمه الفرانسيوم لان فرنسا، في عندي اميريسينيوم امريكا، عندي بلوتونيوم بلوتو، كوكب بلوتو اللي اتشال من المجموعه الشمسيه، هو ما خرجش بره المجموعه الشمسيه لكن احنا ما بقيناش بنتعامل معاه ان هو كوكب. فالاليمنتس ديت هي يا اما اسماء مناطق، يا اما اسماء علماء، يا اما اسماء دول، يا اما اسماء حاجه بتوحي لحاجه. يعني مثلا ارجنتينيوم بيقولوا ان هي تبع الارجنتين مثلا، وهكذا. فكل حاجه ليها. طيب انت ملزم تعرف كل ده خالص، انا بس عايز احطك في الواقع نفسه ان مفيش حاجه جت كده. طيب لو تفتكر مثلا وانت في سنه 5 ابتدائي اول مره درست كلمه ماجنت، قال لك ان هو كان واحد راجل عجوز ماشي بعصايه حديد، وهو ماشي في ارض كده منطقه اسمها المغنيسيا، فالعصايه الحديد خدت طوبه سودة من الارض، بص عليها لقى في طوبه ماسكه في العصايه الحديد، يقربها من اي حاجه تانية ما تمسكش، لكن عند الحديد بتمسك. طب قالوا له ايه دي؟ فهو المكان اللي كان واقف فيه اسمه مغنيسيا، فراح مسميها ماجنت. فاحنا التسميه مش مهم خالص تبقى عارف جت منين، لكن اصلها ايه خالص، دي حواديت. طيب ايرون، كوبر، كيوبرم، سيلفر، ارجنتينم او ارجنتينيوم. طيب الاتوميك بقى كونستراكشن، قال لك ان الساينس did many experiments to reach the atomic construction where they found the atom consists of nucleus والكترونز. وهنا هنبدا اول كلام مهم. احنا بنيجي نتكلم الاتوم بتتكون من ايه، فانا بشوف الصراحه ناس تقول لي بص يا مستر، انا على ما اتذكر ان احنا كان هنا في النيوكليوس، وهنا كان في مين؟ الانرجي ليفل، الكي والال والام والان والاو والبي والكيو. طيب لحد هنا الدنيا ماشيه كويس. طب يا مستر ثواني، لما جيت انت رسمت دلوقتي، انت رسمت ايه؟ هقول لك بص، رسمت الكوره ديت اللي هي مين يا فندم؟ النيوكليس زي ما انا كاتب جواها، ورسمت دول اللي هم ال7 انرجي ليفلز. تقول لي طيب ليه لما حضرتك جيت هنا وسالت وقلت لنا الاتوميك كونستراكشن ما قلتش ان هي نيوكليس وانرجي ليفل؟
ليه قلت نيوكليوس والكترونز مع ان تعريف يا مستر الالكترونز ضعيف قوي؟ اقول لك علشان احنا خدنا تعريف للانرجي ليفل. تعريف الانرجي ليفل لو تفتكر كنا بنقول كده it is an imaginary place، هو مكان تخيلي. الانرجي ليفلز ده مش مكان حقيقي احنا موجودين فيه او الالكترون هو موجود فيه، لا احنا بنلاقي الالكترونز عامله كلاود هنا في المكان ده، وبعديه في فراغ، وبعدين بلاقي كلاود، وبعدين بلاقي فراغ، وبعدين بلاقي كلاود، وبعدين بلاقي فراغ. فالعلماء قال لك خلاص الكلاود ده represented by ان ده انرجي ليفل، لكن it is an التعريف بتاع الانرجي ليفل it is an imaginary place، مكان تخيلي. لكن لما اجي اكلمك بقى على حاجه اجسام موجوده يبقى بتكلم على النيوكليوس كمكان والكترون كجسم. ما عندي حاجتين، يبقى كمان مره الاتوم consists of ايه؟ الاتوم consists of two main parts، النيوكليوس والالكترونز. طيب ايه اللي جوه النيوكليوس؟ النيوكليوس بيقعد جواها البروتونز وبيقعد جواها النيوترونز. البروتونز يا شباب بوزيتيف، لكن النيوترون بتبقى نيوترال. طيب وهنا الالكترون بتبقى مين؟ نيجاتيف. كلام كمان مهم قوي، بما ان البروتون هنا، خليني بس طبعا يعني اكون برضو واقعي معاك في حاجه. في يونت اليونيفرس اللي خدناها في ثالثه اعدادي كنا بنقول دايما الصن وحواليها البلانيت، نفس الفكره النيوكليوس وحواليها الالكترونز. يعني اوعى دايما تفتكر ان الشمس بتبقى فوق كده والكواكب كده، لا الشمس في النص واحنا حواليها. اوعى تكون فاكر النيوكليوس كده والالكترونز كده، لا النيوكليوس في النص وده بيبقى ايه؟ حواليها. طيب النيوكليوس ديت جواها مين؟ جواها البروتونز وجواها النيوترونز. فنسال سؤال، ليه بروتون؟ هقول لك عشان بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا، فيبقى في بينهم اتراكشن فورس، فلا الالكترون يمشي ويسيبني ولا البروتون تمشي وتسيبني، يبقى دايما في بينهم اتراكشن، الالكترون مقرب دايما مع البروتون وبيلفوا حوالين بعض. ايه لازمه النيوترون؟ ده سؤال حلو. النيوترون نيوترال تشارج. طيب خلينا نفهم حاجه صغيره. النيوكليوس يا شباب مكان محدود قوي، عكس الانرجي ليفل ده imaginary place، مكان كبير شويه وبيلف حوالين النيوكليوس. هنا هيقعد البروتون، ولنفترض ان انا عندي 3 بروتونز. طب يا فندم الثلاثه البروتونز دول بوزيتيف. درسنا واحنا صغيرين ان اي بروتون اي بوزيتيف او اي نيجاتيف، لو البوزيتيف وبوزيتيف يدوني ايه، ولو نيجاتيف ونيجاتيف يدوني ايه. ارجوك مش نيجاتيف ونيجاتيف يدوني بوزيتيف، ده ماس. احنا درسنا واحنا في سنه 5 ابتدائي، ودرسنا الكلام ده في اولى اعدادي، ودرسنا الكلام ده في ثانيه اعدادي، ان لو بوزيتيف وبوزيتيف بيحصل حاجه اسمها ريبالشن فورس، ونيجاتيف ونيجاتيف ريبالشن فورس. يعني ايه؟ يعني لو جبت 2 ماجنت ونفس النورث والنورث مش هتلاقيهم بيلزقوا في بعض، ولو ساوث وساوث مش هيلزقوا في بعض. فلو بوزيتيف وبوزيتيف يحصل ريبالشن. طيب بص يا حبيبي، انت عايز تقعد البروتونز اللي هي بوزيتيف في جوه النيوكليوس المكان الضيق ده. طب ما انت لو مقعد حاجات زي بعضها بوزيتيف مع بوزيتيف مع بوزيتيف هيبتدي كل واحد فيهم يزق التاني. طب ولما البروتونز دي تزق بعضها، طب ما كده الاتوم مش هتبقى مرتاح. فربنا عامل ايه بقى؟ جايب النيوترونز تقعد حوالين البروتونز، يعني نلاقي النيوترونز هنا. يعني ايه بقى؟ افهم كده بشويش. بروتون وبروتون، طب ما ده بوزيتيف وده بوزيتيف، يحصل ريبالشن، يقعدوا يتخانقوا مع بعض جوه النيوكليوس. لا مش عايزين خناق، عايزين الموضوع يبقى ستيبل. فلما يجي عندي بروتون ويجي عندي بروتون، مين يقعد مطيباتي في النص كده يقول لهم صلوا بينا على النبي يا جدعان ومجد سي جدتك؟ مين بقى ده؟ ده النيوترون. النيوترون يقعد في النص يلغي على قد ما يقدر الريبالشن فورس اللي ما بين مين؟ البروتونز وبعضها. طيب كمان مره، يبقى انا فهمت دلوقتي ان الكونستراكشن بتاع الاتوم بيتكلم على نيوكليوس وبيتكلم على الكترونز. عرفت ان الالكترونز بتبقى في الانرجي ليفلز اللي عددهم 7. طيب ومين جوه؟ بروتونز ونيوترونز. وعرفنا كمان ان النيوترونز بتلغي على قد ما تقدر الريبالشن فورس اللي ما بين البروتونز وبعضها. طيب البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا ليه؟ عشان يبقى في دايما اتراكشن فورس ما بينهم وما بين بعض. طيب يبقى كده الدنيا جميله. شوف اللي بعده. قال لك بص، الاتوميك كونستراكشن ماشي ازاي؟ النيوكليوس. لو تخيلت معايا ان دي النيوكليوس، فهلاقي مثلا بروتون وبروتون، في ما بينهم مين قاعد كده حواليهم كده يطيب الدنيا؟ نيوترون. بروتون كمان، بروتون كمان. ما نلاقيش بروتون لازق في بروتون، يا اما هيحصل خناقه. نيوترونز عددهم دايما يا اما بتبقى قد البروتونز يا اما بتبقى اكتر، 1 أو 2 وحاجه بسيطه، وهنفهم كل حاجه. طيب النيوكليوس اللوكيشن بتاعها بتبقى في السنتر اوف ذا اتوم زي ما اتفقنا، هي بتبقى في منتصف الاتوم. التشارج بتاعت النيوكليوس بوزيتيف. تقول لي ثواني، ليه بوزيتيف؟ هقول لك بص يا حبيبي، احنا لما بنيجي نقول كده البروتون بوزيتيف تشارج، النيوترون زيرو تشارج، يعني لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف. فلما يكون المكان اللي معايا ده في حاجه بوزيتيف وفي حاجه عندي لا هي بوزيتيف ولا مين ولا نيجاتيف، يبقى لما اجي اسالك المكان ده
بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ما انا عندي بوزيتيف وعندي واحد ملوش لازمه، يبقى مين اللي هيبقى اسمه موجود؟ البروتونز. فالنيوكليوس بما انها تحتوي على البروتون والبروتون بوزيتيف، فانا اسالك النيوكليوس اللي التشارج بتاعت النيوكليوس كلها قد ايه؟ بروتون. تقول لي ما فيها نيوترون، ما هو نيوترال تشارج. طيب because it contains positive proton which is chargely positive والنيوترونز electrically neutral. طيب شوف اللي بعده. قال لك طب والالكترونز؟ الالكترونز زي ما انت شايف بيبقى عندي النيوكليوس هنا اللي جواه البروتونز والنيوترونز، هنا energy level الالكترونز rotate around the energy level in a fixed orbit. كل الكترون عدد specific K بيشيل 2 والL بيشيل 8 والM بيشيل 8، وعندنا القانون بتاع 2n سكوير، وان الانرجي ليفل اللي بعد الاربعه ما يقدرش يتعمل عليه التطبيق القانون ده، هنفتكر كل حاجه في وقتها. طيب يبقى مبدئيا الالكترون ده revolve around the nucleus in a very high speed. التشارج بتاعت الالكترون بتبقى negative charge particle and their number is equal to the number of the positive proton. يبقى ده بيساوي ده. لا استنى بس ما فهمتش دي. بص يا حبيبي، اي element في الدنيا، اي element في الدنيا is electrically neutral. الحته دي وهي انتوا في اولى اعدادي في ناس بتتلخبط فيها. يعني ايه يا مستر؟ مش انت بتقول ان ده بوزيتيف وده نيجاتيف ده هتفهمها لو احنا ميح خالص في الكيمياء، هنفهمها كمان 2 سلايد. طيب الاتوميك كونستراكشن مثلا عندنا رقمين، وخليني كمان اعمل ستريس على حاجه مهمه قوي، كل مكان بيتكتب فيه رقم ليه معنى. يعني ايه؟ يعني لما اجي اكتب مثلا هنا رقم غير لما اجي اكتب هنا رقم، غير لما اجي اكتب هنا رقم، غير لما اجي اكتب هنا رقم، غير لما اجي اكتب هنا رقم. كل مكان حوالين السيمبل او حوالين الاليمنت ليه معنى. لما اجي اتكلم عن الرقم اللي بيتكتب فوق على الشمال ده اسمه الماس نمبر، ولما اجي اتكلم تحت على الشمال ده اسمه الاتوميك نمبر. ولما اجي اتكلم فوق على اليمين دي حاجه مهمه قوي اسمها الفالنسي، واللي تحت على اليمين او اللي هنا في السنتر دول بنستخدمهم علشان نتكلم على الكيميكال فورمولا او بنتكلم على البالانس اوف ذا كيميكال ايكويشن، فسيب دول كمان شويه ليهم شغل تاني خالص في اخر الحصه. يبقى مبدئيا عندي حاجه اسمها ماس نمبر، اتوميك نمبر، الفالنسي. طيب مين الماس نمبر؟ زي ما اتفقنا مع بعض من شويه ان انت المكون الاساسي عندك النيوكليوس وحواليها في 7 انرجي ليفل. جوه النيوكليوس زي ما اتفقنا في بروتون وفي نيوترون. لما اجي اسالك ايه اللي جوه النيوكليوس فتقول لي بروتون ونيوترون، اقول لك قد ايه؟ تقول لي ثواني، انت عايز تعرف قد ايه الاثنين مع بعض؟ يعني عايز تجمع البروتون والنيوترون مع بعض؟ اقول لك قول لي محتويات النيوكليوس دي قد ايه. فلو انت قلت محتويات النيوكليوس دي قد ايه، يعني حضرتك بتسال على الماس نمبر. كمان مره، ايه هو الماس نمبر؟ الماس نمبر ده النمبر بتاع البروتون والنيوترون. بيقولوا كده it is the sum of protons and the neutrons inside the nucleus. كمان مره، لما اجي اسالك يعني ايه ماس نمبر، ايه الرقم ده؟ ده الرقم اللي represented by الاماونت او النمبر بتاع البروتونز والنيوترونز. يعني كاني بقول لك عندك قد ايه بارتكلز جوه النيوكليوس، فتقول لي 27. ال 27 دي بقى مين دول؟ ده البروتون والنيوترون. لما اجمع الاثنين مع بعض يدوني مين؟ كلمه ايه؟ ماس نمبر، وده بيتكتب فوق على الشمال. طيب شوف اللي بعده بيقول لي طب لو كتبنا الرقم تحت على اليمين، على الشمال، تحت على الشمال، الرقم ده بنسميه ال 13. دي تعتبر ايه؟ تعتبر بتلعب دور حاجتين. بتلعب دور كميه البروتونز وهي نفس الكلام كميه الالكترونز. مستر مش فاهم. يعني لما الاقي عندي في الاتوميك نمبر 13 ده كاني بقول لك عندك 13 بروتون، ولان الاتوم نيوترال يعني لا هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف. تقول لي يا مستر لا انت من شويه قلت الاتوم بوزيتيف، اقول لك لا انا ما قلتش اتوم، قلت النيوكليوس. لا استنى، ما انا بادئ معاك بقى اهو من الارض. النيوكليوس بوزيتيف، الانرجي ليفل نيجاتيف، الاتوم نيوترال. ايه ده؟ ليه؟ النيوكليوس قاعد جواها البروتونز ودي بوزيتيف،
فيبقى النيوكليوس بوزيتيف. الانرجي ليفل قاعد جواها الالكترونز، فهي هتبقى ايه؟ نيجاتيف، لان الالكترونز نيجاتيف. طب الاتوم بقى، يعني النيوكليوس والالكترونز، لا الاتوم مع بعضها هتبقى نيوترال. ليه يا مستر؟ عشان كونتين نيوترون؟ اقول لك لا، عشان عدد البروتونز بيبقى هو عدد الالكترونز. يعني لو عندي اليمنت فيه 13 بروتون فده معناه ان عنده 13 الكترون. لو فيه 14 بروتون يبقى فيه 14 الكترون. عدد البروتونز بيبقى قد عدد الالكترونز. فافهم من كده ان الاتوميك نمبر ده معناه حاجتين، معلومتين: هو نفس عدد البروتونز وهو نفس عدد مين؟ الالكترونز. طيب تعال نشوف اللي بعده. يعني مثلا لو حضرتك كتبت الرقم ده فانت فهمت ايه؟ قالك بص، انا بصيت لقيت سي ال، ده مين؟ ده الكلورين. معلش، هي ال 35 مكانها فين؟ تقول لي بص يا مستر النيوكليوس دي جواها 35. اقول لك 35 ده اللي هو ايه؟ تقول لي بص هو البروتون والنيوترون، لكن والله انا مش عارف يعني قد ايه بروتون قد ايه نيوترون، بس هما الاثنين مع بعض ب 35. اقول لك طب الاتوميك نمبر عندك بكام؟ تقول لي الاتوميك نمبر ده عدد الالكترونز اللي بره. اقول لك ايوه بكام؟ تقول لي ب 17. اقول لك برافو، يعني انت عارف ان هنا في كام الكترون؟ 17. مش احنا اتفقنا ان عدد الالكترونز قد عدد البروتونز؟ يعني هنا 17 يبقى عدد البروتونز جوه كام؟ 17. طب استنى كده، انت عارف ان المكان ده 35، الحته دي فيها 17 بروتون، يبقى عندك كام نيوترون؟ 35 ماينس 17 يبقى ايكوال كام؟ 18. لا كمان مره، الماس نمبر هو مجموع البروتونز والنيوترونز. الاتوميك نمبر هو يا اما ريبريزنت، معناه عدد البروتونز او عدد يعني يا مستر او، ما هو يا ده ما هو حبيبي عندي 13 هنا يبقى عندي 13 هنا، عندي 14 هنا يبقى 14 هنا. طيب لما اجي اقول لك 35 ده البروتون والنيوترون وفي 17 الكترون، تقول لي ما لو عندك 17 الكترون هيبقى عندك 17 بروتون، يبقى نقص ال 35 شيل منها ال 17 فيديني 18. او زي ما كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين في اولى اعدادي، كنت اجي اقول لك الاكس ايكوال 11 و23 لو فاكرين. اقول لك طب بروتون، تروح عينك جايه فين؟ على الراجل ده، تقول لي 11. اقول لك طب والكترون، تقول لي يا مستر ما هو لازم هما الاثنين يبقوا قد بعض عشان الاتوم نيوترون. اقول لك برافو، هات بقى النيوترون. وانت صغير كنت اقول لك يبقى تعمل ايه؟ كنا بنعمل الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر اللي هي ايكوال كام؟ 12. يبقى انا كده فاهم الماس نمبر هو كميه الحاجات اللي موجوده جوه النيوكليوس، البروتونز والنيوترونز. الاتوميك نمبر هو عدد الالكترونز وهو بيبقى قده عدد البروتونز اللي جوه النيوكليوس، لان الاتوم نيوترال. طيب يبقى خلصنا من الفكره. شوف اللي بعده. طب الالكترونز دي بقى بتبقى ماشيه ازاي؟ براحتها كده؟ قال لك لا طبعا في حاجه اسمها براحتها، في قوانين يا فندم. الالكترون ريفولف اراوند ذا نيوكليوس ات ا فيري هاي سبيد. يقول لك كده تخيل معايا الموفمنت مثلا بتاعه الفان بليت، المروحه كده وهي بتلف. شفت الايدين بتاعت المروحه؟ اجي اقول لك طيب وهي بتلف بسرعه جامده، هل انت شايف الجناح نفسه بتاع المروحه؟ لا، لكن انا وانت عارفين ان هنا في جناح مروحه، ولو اتقربت اي حاجه هتطيرها، ولو حاجه اتحطت هتتقطع. طب ايه ده؟ يعني في حاجه هنا شايفها؟ لا. طب ليه مش شايفها؟ عشان بتلف بسرعه جامده فانا مش شايف جناحات المروحه. الالكترونز كده يا شباب عماله تلف حوالين النيوكليوس بسرعه جامده جدا. طيب the electron revolve around the nucleus at a very high speed. During their movement they seems to be a cloud. من شويه قلت لك ان الانرجي ليفل بنقول كده عليه ان هو زي سحابه. To be a cloud around the nucleus, the electrons revolve around the nucleus in a number of shells called energy levels. عندي كام energy level؟ 7 energy level. طيب بناء على ايه التوزيع بتاع الالكترونات؟ بص شباب، احنا معانا الكترونز. الالكترونز بتتوزع ازاي؟ ما ينفعش اوزع براحتي، في قانون. املى الكي، مليت الكي املى ال، مليت ال املى الام. مفيش حاجه اسمها طب ما اوزع براحتي، معايا 3 الكترون، واحد للكي واحد للال واحد للام. لا، في قوانين يا شباب في الكيمستري. الكي ياخد 2 الكترونز، بعد ما تملى الكي حط الثالث فين؟ في الام. طب مليت الام كمان ب 2 و8، معاك 11 الكترون، حط هنا 2، حط هنا 8، حط هنا 1. الالكترونز ليها توزيع مهم جدا، هنفتكر كمان شويه مع بعض ازاي بنوزع الالكترونات. يبقى مبدئيا احنا كده فهمنا ايه لحد دلوقتي. اول نص ساعه كده انت دماغك ربطت ايه؟ عرفت الرموز جت منين؟ بنسمي الحروف دي جت منين الاسماء ديت؟ وليه بتبقى حرف وليه بتبقى حرفين؟ والحرف الاول بيبقى كابيتال يبقى الثاني يبقى سمول. دي حاجه مهمه. عرفت ان في اسماء حروفها جايه من اللاتين نيمز. عرفت الماس نمبر، عرفت الاتوميك نمبر،
عرفت ان الاتوم كونستراكشن بتاعها بيتكلم من النيوكليوس وبيتكلم من الالكترون مش من الانرجي ليفل، لان الانرجي ليفل ده imaginary place. يبقى اذا انا قدرت اربط شويه حاجات. عرفت الماس نمبر هو عدد البروتونز والنيوترونز اللي جوه النيوكليوس، عرفت ان الاتوميك نمبر هو عدد الالكترونز وايكوال برضو عدد البروتونز، عشان الاتوم كاتوم بتبقى نيوترالي تشارج. يبقى اذا نقدر بالمنظر ده نعمل الكترونيك كونفيجريشن ونبتدي نشوف ايه فكره التوزيع الالكتروني. انت كده مستعد ان احنا نكتب element في اتوميك نمبر وماس نمبر ونبدا. طيب فكره الالكترونيك كونفيجريشن اللي احنا وقفنا عندها هي بتحكي في ايه؟ احنا عايزين نعمل حاجه اسمها توزيع الكتروني. طيب تقول لي عرفناها ازاي؟ بتيجي منين؟ نجيبها ازاي؟ فتعالى واحده واحده كده نبدا. انا مثلا هديك فور اكزامبل مثلا الراجل ده اللي كابيتال اي سمول، فيبقى دول كده حاجه واحده تبع اليمنت واحد اسمه الليثيوم. فالليثيوم هنا بنلاقي فيه رقم اسمه 3 وهنا رقم اسمه 7. مين ال 3 ومين ال 7؟ زي ما اتفقنا الرقم اللي تحت ده ريبريزنتد باي كلمه اسمها الاتوميك نمبر زي ما اتفقنا، واللي فوق ده ريبريزنتد بحاجه اسمها الماس نمبر. طيب ده اتوميك نمبر ده ماس نمبر. الاتوميك نمبر ده بتاع مين والماس نمبر ده بتاع مين؟ اتفقنا ان الماس نمبر ده اللي بيبقى جوه النيوكليوس، لكن الاتوميك نمبر ده يا اما عدد البروتونز يا اما عدد الالكترونز. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك عندك بروتونز قد ايه ايكوال 3، لما اجي اقول لك عندك نيوترونز قد ايه فانت كنت بتعمل ال 7 ماينس ال 3 فهي ايكوال 4. لما اجي اقول لك عدد الالكترونز فتقول لي 3، فكنا نقول الكي ودي ال ده ياخد 2 ده ياخد 1. الكلام ده بتاع اولى اعدادي، بس عايز اقوله تاني بشويش. المنظر ان بيديني 3 ويديني 7، احنا بنوزع مين؟ هو اسمه الكترونيك configuration، يبقى هيوزع مين؟ الالكترونز، والالكترون ريبريزنتد بمين؟ بالاتوميك نمبر اللي هو الرقم اللي تحت. الرقم اللي تحت الرقم الصغير هو عدد الالكترونات اللي ريفولفينج اراوند ذا نيوكليوس. في الاوتر موست انرجي ليفل في 1. طب هو يفرق معايا الاوتر موست انرجي ليفل؟ خلينا نفتكر ونفكر بعض ان اهم حاجه في الالكترونيك كونفيجريشن واللي بيخلينا اصلا نعمل الكترونيك كونفيجريشن ان احنا عايزين نعرف الاوتر موست انرجي ليفل فيه كام الكترونز، لان ده هيعرفنا هو ميتال ولا نون ميتال ولا نوبل جاز ولا كمان حدوته خدناها في السكند ريب اسمها الميتالويد. تعال نفتكر كده مع بعض. طيب مسكنا الاتوميك نمبر اللي قال لك ان هو عدد الالكترونز، وكده ولا كده دايما اي اتوم نيوترال بتبقى عدد الالكترونز قد عدد البروتونز، فهو ده 3 ده كمان 3. النيوترونز هنا بكام؟ ب 4. ده لما احنا كنا شطار خالص وعرفنا ان دي اسمها النيوكليوس والكلام ده كله. لما كنا بعد كده بقينا بنعمل دايره كده اللي هي النيوكليوس، ونيجي هنا نكتب ادي الكي وادي ال ونعمل هنا 2 وهنا 1 ونسقف لنفسنا وخلاص. واحده واحده في الموضوع ده ابتدينا كمان ندي اكزامبلز اشد. يعني مثلا انا هقول لك حاجه، انت لحد ما هتخلص لحد ما تخلص اولى ثانوي وتبدا ثانيه ثانوي على خير ان شاء الله ما عندكش توزيع الكتروني اكتر من 20. ليه؟ لان من بعد كده بنخش في ترانزيشن اليمنتس بيبقى عندنا طريقه توزيع مختلفه بقى، اس بس دبس فدبس فدب، وده حوار كبير بقى في ثانيه ثانوي ان شاء الله تتعلمه. وما احنا دلوقتي تعال ندي اكزامبل كمان. اجي اقول لك مثلا البوتاسيوم ب 19 و35، مش عايز الرقم اللي فوق، الماس نمبر مش هيهمني في حاجه لان انا بعمل الكترونيك كونفيجريشن، فانا يهمني الاتوميك نمبر. فهمسك ال 19 وابتدي اوزع. كنا بنوزع ازاي واحنا لسه صغيرين؟ كنا نيجي نقول معانا كده 19 ونروح نجري على كل انرجي ليفل، ده الكي وده ال وده الام وده الان. ولو تفتكر اكتر كنا بنيجي نقول عندنا 4 انرجي ليفل، هم 7 بس احنا بنتعامل على 4. كي وادي ال وادي الام وادي الان، ده هنا 2 ده 8 ده 8 وده 8 and so on. طيب هل ده بس اللي عليك؟ مؤقتا لحد ما تكبر سنه كمان او سنتين كمان تبتدي بقى الدنيا معاك تختلف تماما. نيجي نوزع ال 19، اعمل حسابك ان انت معاك في ايدك 19 وهنبتدي نتمشى على كل انرجي ليفل. فاجي اروح للكي، يا كي انت عايز كام الكترونز؟ يقول لي انا باخد 2. انا كان معايا 19 اديت الكي 2 بقى معايا 17، اروح للي بعده يقول لي انا عايز 8 بقى هنا انا شلت 10 من ال 19 باقي معايا 11، اروح رايح للي بعده ياخد 8 واخر انرجي ليفل ياخد مين؟ 1. فدي الطريقه اللي بنستخدمها في الالكترونيك كونفيجريشن. تعال نجرب واحد كمان مهم. عندي النيتروجين ب 7، فاجي اوزع مثلا النيتروجين الاقيه هنا ايه 2 و5 كي وال. اجي مثلا اقول لك طب هات الكالسيوم ب 20، يبقى هنا 2 8 8 2. اجي اقول لك طب هات يا سيدي المغنيسيوم ب 12. طيب هنيجي نوزعه ازاي؟ ادي 2 8 و2 and so on. نفس الفكره بس في كل توزيعه مختلفه عن الثانيه. ازاي؟ الاوتر مهم يا شباب. يعني ايه يا مستر؟ يعني الراجل ده عنده 5
هنا نلعب بقى الكلام المهم. ده عنده 2، ده زيه طلع 2، ده عنده 1. ممكن نيجي على الفلورين اللي عنده 9 ونيجي نقول له يا فلورين انت كده عامل ازاي؟ يقول لك 2 و7. فانا هنا بيبقى عندي حواديت مختلفه، 2 7 2 8 2 مش عارف ايه والكلام ده كله. ده في كمان حاجه اسمها هناك زر، وهنفهم زي دي يعني ايه الكلام ده. ايه الارقام ديت وليه انا مصمم اعمل لك توزيع الكتروني مختلف؟ اتعلمنا كده واحنا في اولى اعدادي، وزي ما اتفقنا احنا بنفتكر، انا جاي لك من من اولى اعدادي خالص، اللي بيبقى عنده 1 او 2 او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل بيتقال عليه ميتالز. لكن اللي عنده 5 او 6 او 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، خلينا نفتكر يعني ايه الاوتر موست انرجي ليفل، يعني اخر انرجي ليفل، ده بيتقال عليه نون ميتالز. طب هتيجي تقول لي يا مستر طب وفين الفور وفين الايت؟ اللي بيبقى كومبليتلي فيلد كنا بنقول عليه النوبل جاز، لان هو كده بنسميه الانرت جاز، النوبل جاز او الان اكتيف اليمنتس اللي هم مش هيتفاعلوا. فنقدر ابدا كده معاك الكلام واحنا فاهمين ازاي نعمل الكترونيك كونفيجريشن. يبقى كمان مره، ايه فكره الالكترونيك كونفيجريشن؟ احنا بنوزع الالكترونز. طيب بنوزع الكترونز بمزاجنا؟ لا، في رول ماشيين عليها. كان في رول اسمها 2 n سكوير بس دي مش هتفيدنا خالص دلوقتي. بنقول ان احنا ما نقدرش نطبقها بعد الانرجي ليفل رقم 4، لان الاتوم هتبقى انستيبل، مش هتفرق معايا قوي ومش هتكمل معايا بالمعلومات، فهسيبها على جنب. لكن توزيعنا ده مهم ليه؟ لان بعرف بيه اخر انرجي ليفل فيها كام الكترونز، وبناء على عدد الالكترونز اللي في الاوتر موست انرجي ليفل بقدر احدد ازاي هتعامل مع الاليمنت ده. يعني ايه؟ تعال نفهم اكتر. بنقول كده البيهيفير اوف ذا اتوم اوف ميتالز during the chemical reaction. هنتكلم على مين؟ على الميتالز. دي بقى حاجه في منتهى الاهميه. احنا هنحكي على الميتالز. مين الميتالز يا شباب؟ اللي عنده 1 او 2 او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. اللي هيكون عنده 1 او 2 او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل بيكون مين يا فندم؟ ميتالز. طيب during chemical reaction البوزيتيف اين، دي حدوته ثانيه. مين البوزيتيف اين ومين النيجاتيف اين ويعني ايه اصلا كلمه اين؟ فتعال نفهم. احنا اتفقنا ان عندي حاجه اسمها ميتالز. مين الميتالز؟ اللي هيكون عنده 1 او 2 او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. والله يا باشا اللي عنده 1 او 2 او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، الراجل ده هيتقال عليه مين؟ ميتالز. طيب بعقلنا مش اكتر، كل الاليمنتس اللي في الدنيا نفسها تبقى شبه مين؟ نفسها تبقى شبه حاجه جميله قوي اسمها النوبل جازز. لا تعال نفهم اكتر. انت قلت لي اللي 1 و 2 و 3 هيبقوا مين؟ ميتالز. استفدت ايه؟ فهمت ايه؟ تعال نفهم كده حاجه. انا عندي جمله كنت بقولها كده واحنا صغيرين للناس اللي كانت معايا وهي صغيره، كلمه اسمها هناك زر. اكتب كده في الورقه بتاعتك. مين هناك زر؟ ادي الهيليوم، ادي النيون، ادي الارجون، ادي الكريبتون، ادي الزينون، ادي الرادون. طيب مين دول؟ دول يا شباب حاجه اسمها النوبل جازز. مين يعني النوبل جازز؟ اللي بنقول كده الاوتر موست انرجي ليفل كومبليتلي فيلد ويز الكترونز، مليانين على اخرهم. يعني كل انرجي ليفل بيفتحوه بيملوه على اخره، ما عندوش نقص في اي عدد الكترونز في اخر انرجي ليفل. يعني لو كي مثلا زي الهيليوم بيبقى عنده 2 مليان على اخره. طب لو دخلنا على النيون بيبقى عنده 10، يبقى تيجي توزعه 2 و8 فال مليان على اخره. رحنا للارجون الاقي الارجون ب 18 فالاقي 2 و8 و8 فبرضه الاقي الانرجي ليفل ماله مليان على اخره. عشان كده سميناهم نوبل جازز او انرت جازز، او بيسموها كده بالعربي الغازات الخامله، اللي هم اصلا مش هيتفاعلوا مع اي حد. ليه مش هيتفاعلوا مع حد؟ ده بقى اللي يخلينا نخش على الجزء اللي بعده. طيب ليه دول مش بيتفاعلوا مع حد؟ لان فكره ان انا اعمل كيميكال رياكشن يا شباب ان انا اقدر اخلي الاوتر موست انرجي ليفل بتاعي مليان على اخره. فلو انا الانرجي ليفل بتاعتي مليانه على اخرها انا كده مبسوط. لكن لو عندي انرجي ليفل ناقصها 1 او عايزه تمشي 1، لا انا كده مش مبسوط، او 2 او 3. فتعالى نفهم اكتر. عندي ده 2 وده 8 وده 1، فالاوتر موست انرجي ليفل فيه كام الكترون؟ 1. فيبقى هو حابب انه يمشي 1 ولا يجيب 7؟ لا خد بالك من الجمله ديت، هيعمل جين ل 7 ولا لوز ل 1؟ احنا هنحسبها بقى بدماغنا كمان مره. انا معايا الصوديوم جيت وزعته لقيته 2 8 1 كي ال ام. واحد عنده في الاخر انرجي ليفل 1 الكترون. اخر انرجي ليفل انا نفسي يبقى مليان على اخره، فانهي احسن لي؟ امشي ال1 ويبقى اخر انرجي ليفل في 8،
ولا اجيب 7 على ال1 فيبقى انا كده بقيت برضو مليان؟ بالعقل مش اكتر انهي اسهل؟ اكيد 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 مليون المية ان حضرتك تعمل مين؟ لوز ل1 الكترونز. طيب لما حضرتك هتعمل لوز ل1 الكترون كده ما بقاش منظرك 281، لا ده بقى 28 كام بس. لا مستر انت عايز توصل ليه؟ عايز اوصل ان احنا لما كتبنا الصوديوم 11 و23 جيت اسال حضرتك معاك كام بروتون قلت لي 11، جيت اسال حضرتك معاك كام الكترون قلت لي اي اتوم في الدنيا بتبقى نيوترال، يعني عدد البروتونز قد عدد الالكترونز. اقول لك طيب انت عملت ايه؟ هتقول لي بص انا هعمل لوز 1 الكترون. اقول لك برافو. تقول لي يبقى ساعتها عدد الالكترونز اصبح 10 لكن عدد البروتونز اصبح كام؟ لا مش اصبح يا مستر، ده زي ما هو. ما هو انا اصلي مش هاجي ابدا جنب عدد البروتونز او عدد النيوترونز. شباب الجميل انت اوعى تفتكر ان احنا بنعمل لوز وجين لعدد بروتونز او نيوترونز. الكلمه بروتونز او نيوترونز انت دخلت في حاجه اسمها النيوكليار كيمستري وده اخر تشابتر هتاخده في اولى ثانوي. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على كلام بسيط، حاجه اسمها الكترونيك كونفيجريشن، يعني الكترون راح او الكترون جه. الموضوع ابسط مما تتخيل. فالالكترونز عندك عددها 10 بس هي في الاول كانت 11. طب استنى، هو برضه هتفضل اسمها صوديوم؟ هتفضل اسمها صوديوم. طب انت جيت ناحيه البروتونز او النيوترونز؟ لا، يعني الماس نمبر زي ما هو 23. ركز في دي. طب عدد الاتوميك نمبر كام؟ ب 11 اللي هو عدد الالكترونز صح؟ عدد الالكترونز كان 11 بقى كام؟ بقى 10. طب يا مستر افرق ازاي ما بين الصوديوم ده والصوديوم ده؟ تعال نعد على صوابع رجل اختنا الصغيره. معاك كام بروتونز؟ 11. معاك كام الكترون؟ 10. عدد البوزيتيف اكتر من عدد النيجاتيف ب1 يبقى ساعتها هياخد بوزيتيف 1. كلام اولى اعدادي الترم الثاني كنا بنقول كده. هنعمل حاجه اسمها لوز او حاجه اسمها جين. عملت لوز للالكترونز ببقى بوزيتيف تشارج، عملت جين للالكترونز، جين للالكترونز يعني اخدت نيجاتيف يبقى ساعتها ابقى نيجاتيف تشارج. كمان مره كمان مره كمان مره. معايا 281. طيب هل ده الاكزامبل الوحيد؟ لا، اشتغل عليه على اي حاجه. يعني ايه؟ تعال نجرب. اقول لحضرتك مثلا مغنيسيوم. المغنيسيوم ب 12، وزع المغنيسيوم. تقول لي 2 8 2. حلو قوي. الراجل ده عنده كام في الاوتر؟ 2. يعني نفسه يجيب 6 ولا يمشي 2؟ مين اسهل؟ امشي 2 ولا اجيب 6 الكترونات؟ لا ده انا امشي 2 احسن. يبقى هعمل لوز ل 2 الكترون. طب لوز ل 2 الكترون يعني عدد الالكترونز قل ب 2، يعني عدد البروتونز اكتر من الالكترون ب 2 والبروتون بوزيتيف، يبقى الراجل ده هيبقى مغنيسيوم بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 2. يبقى اذا المغنيسيوم او الصوديوم او اي ميتال بشكل عام هيعمل عمليه لوز، فهو بيعمل جين لبوزيتيف تشارج لانه مشى من عنده نيجاتيف. طيب تعال نبص مثلا كمان مره النيجاتيف ايون. مين النيجاتيف ايون؟ عكس اللي شرحته بالظبط. يعني ايه؟ النون ميتال هيعمل جين. ليه؟ لانه يا اما معاه 5 يا اما معاه 6 يا اما معاه 7. طب بالعقل مش اكتر، واحد معاه 5 في الاوتر موست انرجي ليفل يجيب 3 ولا يمشي ال5؟ ما اتفقنا مع بعض اي اليمنت نفسه الاوتر موست انرجي ليفل يكون مليان على اخره. فانهي اسهل؟ امشي 5 ولا اجيب 3؟ فتعال نعمل بروفا كده. جيت اقول لحضرتك الكلورين فلقيته 2 8 7. انهي ابسط؟ اجيب 1 وابقى شبعت ولا امشي 7؟ بالعقل مش اكتر. لا ده انا هجيب 1. هي بس الكترون واحد يجي يبقى الاوتر موست انرجي ليفل اتملى على اخر، فعشان كده هيعمل مين؟ جين 1 الكترون. طب يا مستر يفضل برضه اسمه كلورين؟ يا دكتور يفضل اسمه كلورين. طب يختلف ده عن ده في ايه؟ حاجه بسيطه. الكلورين ده الاوتر بتاعه كان اخره 7 وفي الوقت ده كان عدد البروتونز قد عدد الالكترونز، لكن لما بقى كلورين نيجاتيف ايون هو عمل جين لالكترون، ولما اعمل جين لالكترون يعني زودت النيجاتيف عندي، ولما ازود النيجاتيف عندي اخد نيجاتيف ساين، عشان كده بنسميه نيجاتيف ايون. كمان مره عملت لوز ل2 تبقى بوزيتيف 2، عملت لوز ل3 تبقى بوزيتيف 3، عملت جين ل1 تبقى نيجاتيف 1، عملت جين ل2 بقت نيجاتيف 2، عملت جين ل3 بقت نيجاتيف مين؟ 3.
ليه في الجين النيجاتيف؟ انا عارف ساعات في ناس كده تطلع من يعني اعدادي بايظه شويه يجي يقول لحضرتك ايه يا مستر، ما انا يمكن لما بعمل جين ده انا زدت، يبقى ازاي ابقى نيجاتيف؟ ما هو مين اللي زاد؟ اللي زاد الالكترون، والالكترون التشارج بتاعته مين؟ نيجاتيف. فحضرتك بتقول لي انا زودت النيجاتيف، فتلقائي حضرتك هتبقى نيجاتيف تشارج. طيب حلو قوي، يبقى 287 الراجل ده عمل جين لالكترون، فيبقى عدد الالكترونز زاد، يبقى النيجاتيف عنده اكتر من البوزيتيف، فاصبح اسمه نيجاتيف ايون. بس التركايه الجميله اللي لازم عينك بقى تلاحظها في الموضوع ده ايه؟ ان اي اليمنت عشان يعمل لوز او يعمل جين هو عايز يوصل ان الاوتر موست انرجي ماله يبقى كومبليتلي فيلد. يعني لما اجي مثلا اسال حضرتك واقول لك الاكس ده مثلا ماله يا فندم ب 15، تقول لي طب ماشي، اقول لك وزع، تقول لي اهو 2 8 5، اقول لك برافو. اسال نفسك السؤال، الراجل ده عنده 5، يمشي ال5 عشان يبقى الاوتر فيه 8 ولا يجيب 3 ويشبع؟ تقول لي لا، ده يجي اسهل له يجيب 3 لان ده مين؟ نون ميتال. بص الموضوع بسيط، وغالبا لو انت مركز معايا كويس فلقيت ان الموضوع سهل قوي. ده واحد ناقصه 1 و2 و3 فهيعمل جين، ده واحد عايز يمشي 1 او 2 او 3 فهيعمل مين؟ لوز. ما عدا واحد يلخبطنا، واحد مميز مختلف عن كل ال 118 element، واحد ما تفهموش مين ده؟ الراجل الجميل ده، الهيدروجين 1. الهيدروجين مميز قوي، اشمعنى؟ اجي اقول لك يا هيدروجين عندك بروتونز قد ايه؟ تقول لي والله عندي 1، اقول لك برافو. عندك الكترونز قد ايه؟ تقول لي 1، اقول لك طب عندك نيوترونز قد ايه؟ تقول لي استنى، احنا النيوترونز كنا بنجيبها ازاي؟ بنعمل الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر، فنلاقي ان النيوترونز عندي في الهيدروجين كام؟ 0. فاقول لك لا استنى بقى، ليه الهيدروجين ما عندوش نيوترونز؟ تقول لي ماليش دعوه، انا عملت 1 طلع ماينس 1 بزيرو. اقول لك لا تعالى بقى نفهم حته مهمه. ايه لازمه اصلا النيوترونز؟ النيوترونز يا شباب يا جميل بنتفق معاك كده ان النيوترونز كانه راجل مطيباتي مش فاهم. النيوكليوس بيقعد جواها البروتونز، والبروتون بوزيتيف تشارج. عايزك تتخيل معايا كده انك واخد شويه حاجات بوزيتيف ومقعدهم جنب بعض. انا عارف من وانا صغير في سنه 5 ابتدائي لما درست درس الماجنت ان لما كنا بنجيب ماجنت بوزيتيف مع ماجنت بوزيتيف ما يقدروش يمسكوا بعض، ولو جبت نيجاتيف مع نيجاتيف ما يمسكوش بعض، يحصل ما بينهم حاجه اسمها ريبالشن فورس. فالبروتونز قاعدين مع بعض جوه النيوكليوس، فيبقى في بينهم خناقه، البروتون ده عايز يزق البروتون ده، والمكان ده محدود قوي. فيحصل ايه؟ في حاجه اسمها النيوترونز بتبقى موجوده، تعمل ايه؟ عندي بروتون هيضرب بروتون يقعد وسطيهم النيوترون. النيوترون ده بيمنع ان يحصل ريبالشن فورس ما بين البروتونز وبعضها. فانا عندي بروتون وعندي بروتون، حط نيوترون. طب عندي بروتون كمان، لا ده انا هجيب له نيوترون هنا ونيوترون هنا، بحيث النيوترونز تبقى محوطه البروتونز عشان تلغي الريبالشن فورس اللي ما بين البروتونز وبعضها. لان النيوترونز لو زادت او قلت احنا دخلنا ان قنبله نوويه، النواه نفسها النيوكليوس نفسها تنفجر. ليه؟ لان في عمليه ريبالشن فورس تبتدي تحصل. كمان مره، انت يا هيدروجين عندك كام بروتون؟ عندي 1. طب انت لما يكون عندك بروتون واحد هل في ريبالشن فورس مع حد؟ لا يا مستر، انت بتقول ريبالشن فورس يعني لازم بوزيتيف مع بوزيتيف او نيجاتيف مع نيجاتيف، بس بما ان هو بروتون لوحده فمش هيعمل ريبالشن مع حد، فمش هحتاج النيوترون. فالنيوترون هنا مش محتاجينه، عشان كده النيوترونز في حاله الهيدروجين بتكون 0. بس ده يفهمني نقطه كمان، لما اجي اوزع الهيدروجين فبنعمل النيوكليوس دايما واحنا صغيرين شخبطه كده، واجي عند الكي واحط 1. هنا اهم نقطه، مستر انت قلت لنا اللي عنده 1 او 2 او 3 بيكون ميتال، واللي عنده 5 او 6 او 7 بيكون نون ميتالز. لحد هنا كلام محترم جدا، بس كان في نقطه اتعلمناها برضو في اولى اعدادي. اولى اعدادي دي كانت يعني سنه مثمره جدا بالمعلومات الكيمستري. بص واحنا صغيرين قلنا كده ان الميتالز، خد بالك من الجمله ديت، كل الميتالز سوليد ما عدا البرومين. ايه ده برومين يا مستر؟ لا يا مستر، ده الميركوري، برافو، اللي موجود في في الثرمومتر، برافو. ما عدا الميركوري ماله ليكويد، برافو. والنون ميتال يا مستر من واحنا صغيرين كنا فاكرين كده، خد بالك من الكلام، ان كلهم سوليد وكلهم جاز ما عدا البرومين ليكويد. ايه ده بقى؟ استنى، يعني لما اجي اسالك الاكسجين
ميتال ولا نون ميتال؟ اوعى تقول لي معلش قول لي الاتوميك نمبر بتاع الاكسجين كام وانا اقول لك لما اعمل توزيع الكتروني. دي تبقى فضيحه وبريحه. ليه؟ لان زي ما اتفقنا الميتالز يا اما سوليد يا اما واحد ليكويد، مفيش ميتال جاز. لكن في النون ميتال في سوليد وفي جاز وواحد بس ليكويد. فده يفهمك ان اي جاز هنقابله في الوقت كله اللي شغالين بيه، اي جاز هيكون مين يا فندم؟ نون ميتال. فلما اجي اسالك الهيدروجين ميتال ولا نون ميتال، فانا قدام تفكيرين وبعدين نتناقش مين اللي صح. قدام تفكير تقول لي الاوتر موست انرجي ليفل فيه 1 يبقى الراجل ده ميتال، وقدام تفكير بتاع واحد بيفهم كويس قوي يقول لي لا يا مستر الهيدروجين ده اسمه اصلا هيدروجين جاز، والهيدروجين بما انه جاز فهيكون نون ميتال. فيجي واحد تاني يقول لي معلش مش انت اتفقت معانا ان اللي عنده 1 او 2 او 3 هيتقال عليه ميتال؟ اهو عنده 1. اقول لك برافو، بس الراجل ده لسببين مش واحد هيكون نون ميتال. اول حاجه ان احنا اتفقنا ان كل الميتالز بتعمل ايه يا فندم؟ لوز. طب الراجل ده ما عندوش غير الكترون واحد يتيم يعمل له لوز ويقعد بالبروتون كده لوحده في الحياه؟ اكيد لا. فالراجل ده كهيدروجين عنده 1 بس مش هيتقال عليه ميتال لسببين. اول حاجه انه مش هيعرف يعمل لوز، تاني حاجه وده الاهم ان هو حالته ايه؟ جاز. يبقى خلصنا من الهيدروجين ده مميز جدا كهيدروجين. يبقى كمان مره تعال نجمع معلوماتنا. هناك زر هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون، دول النوبل جازز لا بيعملوا لوز ولا بيعملوا جين. امال هم بيعملوا ايه؟ دول نو ايون، دي بنسميها بالبلدي بتاعنا غازات خامله. يعني ايه خامله؟ عندها خمول ما بتتفاعلش. وعندنا حاجه اسمها الميتالز اللي عنده 1 او 2 او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، وعندي النون ميتال اللي عنده 5 او 6 او 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، واللي عنده 1 اللي هو الهيدروجين بس. مش اي حد عنده 1، الهيدروجين بس، لانه جاز ولانه عنده 1 الكترون فمش هيعرف يعمل لوز، فبيتقال عليه ماله نون ميتالز. خلصنا من الكلام المهم قوي. طب كلمه ايون بشكل عام يعني ايه؟ خلاص انا فهمت ان البوزيتيف ايون ده ميتال عملت لوز. طب النيجاتيف ايون ده نون ميتال عملت جين. طب كلمه ايون بس دي الاتوم بشكل عام سواء عملت لوز او عملت مين؟ جين. يعني لو الاتوم دي عملت لوز فهي اصبحت بوزيتيف ايون، لو عملت جين فاصبحت نيجاتيف ايون. فلما اجي اوصف لك يعني ايه كلمه ايون تقول لي بص هي الاتوم اللي يا اما عملت لوز يا اما عملت مين؟ جين. يعني مثلا الصوديوم عمل لوز ل1 فبقى صوديوم بوزيتيف ايون، لكن هنا الكلورين جين فبقى الكلورين ماله نيجاتيف ايون. بس المهم قوي اني لقيت سواء صوديوم او كلورين تحت هنا او هنا هما الاثنين عندهم ايه؟ 8 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يعني هما الاثنين طلعوا ايه؟ كومبليتلي فيلد. يبقى الدنيا كده ايه؟ جميله جدا. طيب نفهم اكتر في كلمه بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون. لو انت ركز معايا في كل اللي اتقال فانا مجمعه لك في حلقه جدول. البوزيتيف ايون هو الميتال اللي بيعمل لوز. لا استنى كده، ايه البوزيتيف ايون؟ هي اتوم عاديه بس الاتوم بتاعت مين؟ بتاعت الميتال اللي بيبقى عندها يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3، فهي هتعمل مين؟ لوز ان الكترون اور مور during the chemical reaction. امال النيجاتيف ايون لا، دي اتوم بس بتاعت مين؟ النون ميتال اللي هتعمل ايه؟ جين 1 الكترون اور مور during the chemical reaction. اتكاري. بص بقى الجمله الجميله دي مهمه قوي. نمبر 2 دي يعني واحنا بنقراها ممكن تستثقلها بس هي بعد شويه مره في اتنين تلاقي طبيعي. يعني الكاري a number of a positive charge equal a number of lost electrons. مش فاهم حاجه. بتشيل عدد التشارج على قد اللي عملت له لوز. ايه ده؟ تاني بتشيل عدد التشارج على قد اللي عملت له لوز. ايه ده ازاي؟ ما لو عملت لوز ل1 باخد بوزيتيف 1، لو عملت لوز 2 بقى بوزيتيف 2، لو عملت لوز 3 بقى بوزيتيف 3. فالموضوع مش غريب. الناحيه الثانيه كاري نيجاتيف تشارج على حسب اللي جين الالكترون. يعني ايه؟ عملت جين ل1 نيجاتيف 1، عملت جين ل2 نيجاتيف 2، عملت جين ل3 بقت مين؟ نيجاتيف 3. النمبر اوف الكترونز از ليس ذان ذا نمبر اوف بروتونز. دي نقطه مهمه قوي. تعال نشوف. مش الراجل ده بيعمل لوز للالكترونز؟ يعني الالكترونز قلت فيبقى عدد النمبر بتاع الالكترونز اقل من عدد البروتونز. الناحيه الثانيه العكس، عدد الالكترونز اكتر من عدد البروتونز. ليه؟ لان انا بعمل جين لالكترونز فعدد الالكترونز هيزيد عن البروتونز. امال امتى عدد الالكترونز والبروتونز بيبقوا قد بعض؟ لما هي تبقى اتوم لسه ما عملتش اي كيميكال رياكشن، لا عملت لوز ولا عملت مين؟ جين. النمبر اوف انرجي ليفل بيبقى اقل، لكن هنا النمبر اوف انرجي ليفل هو. ايه ده؟ هو احنا كمان بنيجي ناحيه الانرجي ليفل؟ تعال نفهم. فهاجي مثلا عند الصوديوم هلاقيها ايه؟ 2 8 وكمان 1. طيب ادي كي وادي ال وادي الام 2 8 1. فالاوتر موست انرجي ليفل فيه كام؟ 1. مش حضرتك هتقول لي هعمل لوز لل1 الكترون؟
فهيصبح اسمه مين؟ بص كده 2 8 مفيش الانرجي ليفل دي خلاص. يعني دي ما بقتش موجوده يا فندم، بقت 2 8 بس. الله، طب وفين الانرجي ليفل؟ ما انا عملت لوز لل1. طب يعني لما اجي اسالك الصوديوم وهي اتوم كام انرجي ليفل؟ تقول لي كي وال وام. اقول لك طب وهي بوزيتيف اين؟ تقول لي كي وال بس. انا عملت خلاص لوز لمين؟ لل1، ما بقتش ايه؟ موجوده. يبقى عدد الانرجي ليفل بيقل. عكس النون ميتال. يعني ايه عكس النون ميتال؟ تعال نشوف النون ميتال. اجي مثلا اقول لك النيتروجين ب 7، يبقى هنا 2 و5 هيعمل جين فيبقى 2 و8. انا زودت عدد الالكترونز، لكن هل زودت انرجي ليفل؟ لا، انا كنت 2 انرجي ليفل، بقيت برضه ستيل ايه؟ 2 انرجي ليفل. يبقى خلصنا من فكره الاين. طيب لما اجي اقارن ما بين مثلا الاتوم والاين، الاتوم بتبقى نيوترال لان عدد البروتونز قد عدد الالكترونز، لكن الايون بالبوزيتيف او النيجاتيف. ليه؟ لانه اما بيعمل لوز الكترونز يا اما بيعمل جين الكترون، فيا اما بوزيتيف ايون يا اما مين؟ نيجاتيف ايون. الاتوم النمبر بتاع الالكترونز بيساوي النمبر بتاع البروتونز. مش فاهم؟ لما اجي اسالك في الاتوم فكنت ببص على الاتوميك نمبر، عندك 11 يبقى عندي 11 بروتونز عندي 11 الكترون. لكن لما اجي ابص على الايون لا، يا اما الالكترونز بتبقى اكتر في حاله النيجاتيف ايون يا اما الالكترونز بتبقى اقل من البروتون والبروتون هي بتبقى اكتر في حاله البوزيتيف ايون. الاوتر موست انرجي ليفل مش بيساوي، بص ذا اوتر موست انرجي ليفل نوت كومبليتلي فيلد، مش مليانه على الاخر، ما هي اتوم لسه هتعمل لوز ولسه هتعمل جين، يعني مش بتبقى زي النوبل جاز. طب بص كده دي الاوتر موست انرجي ليفل مليانه على اخرها. الله، ليه مليانه على اخري؟ لان فكره الكيميكال رياكشن زي ما اتفقنا يا اما بعمل لوز يا اما بعمل مين؟ جين. طب ليه هعمل لوز او اعمل جين؟ عشان يبقى الاوتر موست انرجي ليفل ماله كومبليتلي فيلد ويز مين؟ ويز الكترونز. فتعالى نفتكر شويه حاجات. هنخش بعد شويه على الايون وهنخش على فكره الايونيك والكوفيلنت، فركز معايا اكتر. هنتكلم مثلا دلوقتي على حاجه جميله. اجي اقول لك هات مثلا الكالسيوم، ماله الكالسيوم ب 20، وهات لي الاكسجين اللي ب 8. تعال ندردش كده عليها. تيجي تقول لي طيب هوزع الكالسيوم يبقى 2 8 8 2، هات الاكسجين يبقى 2 و6 كي وال كي ال ام ان. نسال نفسنا سؤال، الاوتر فيه كام؟ 2، واللي بيبقى عنده 2 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل بيتقال عليه مين؟ بيتقال عليه ميتال. حلو الكلام. طيب بالعقل مش اكتر، واحد عنده 2 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يعمل لوز ولا يعمل جين؟ اعمل لوز ل 2 ولا جين ل 6؟ برافو، هتقول لي هعمل لوز 2 الكترونز. لكن مثلا تعال نشوف ده، الراجل ده اكسجين، الراجل ده هيتقال عليه نون ميتال لسببين. اول حاجه ان هو اكسجين جاز فطبيعي هيكون نون ميتال، وعنده 6 فمش هيعمل لوز ل 6، ده هيعمل مين؟ جين ل 2. يبقى الراجل ده هيتقال عليه ايه؟ نون ميتال، هيعمل جين ل 2 الكترونز، وبناء عليه هيبقى شكل الكالسيوم بوزيتيف 2 والاكسجين هيبقى نيجاتيف 2. ليه؟ لان الراجل ده عمل لوز ل 2 فاصبح عدد البروتونز اكتر من الالكترونز، يعني الالكترونز مشيت، والراجل ده هيبقى نيجاتيف 2 لانه عمل جين للنيجاتيف الكترونز فهيبقى نيجاتيف مين؟ 2. طيب الراجل ده اسمه بوزيتيف ايون والراجل ده اسمه مين؟ نيجاتيف ايون. ففي بوند جديده كده هنتكلم عليها اسمها الايونيك بوند، وبعدين هنتكلم على حاجه اسمها الكوفيلنت بوند. فتعالى ندردش كده. النوبل جاز they are element which don't participate in any chemical reaction in ordinary condition due to the completeness of their outermost energy level helium neon argon krypton xenon مين؟ رادون. الاليمنتس ديت يا شباب مالها؟ ما بتتفاعلش زي ما اتفقنا عشان الاوتر موست ماله مليان على اخره. الكيميكال بوند ودي اهم حاجه ناخدها دلوقتي. البارت ده مهم قوي فيك، يعني كل ده باهلك لكلمتين، البوند واللي هيتقال كمان شويه حاجه اسمها الفالنسي. فتعال نبص كده، ايونيك بوند وكوفالنت بوند. من شويه اتكلمت معاك في الكالسيوم والاكسجين فقلت لك ده بوزيتيف اين وده نيجاتيف اين. في مبدا عندنا في الكيمستري اسمه نفع واستنفع، او يا بخت من وفق الكترون في الحلال. يعني ايه؟ يعني في الوقت اللي انا هعمل فيه لوز ل 2 لازم اللي قدامي يكون بيعمل جين ل 2، ما ينفعش انا اعمل لوز ل 2 وهو يعمل جين ل 1، ما بنتفاعلش. لازم عدد اللوز د الكترون يكون قد عدد الجين د الكترون. طب في حدوته ثانيه اسمها الكوفالنت بوند. الكوفالنت بوند هي عمليه بتتم ما بين ان احنا نعمل شير، مفيش حد بيعمل لوز ومفيش حد بيعمل جين. فتعالى ندردش في الجزء ده، مهم
قوي. الايونيك بوند they are chemical bond result from the electric attraction between a positive ion and a negative ion. البوزيتيف ايون 281 عمل لوز فبقى صوديوم بوزيتيف. الكلورين 287 عمل جين فبقى كلورين نيجاتيف. تعال اقول لك حته. اهميه الكيميكال رياكشنز يا شباب ان بتغير من شكل وتفاصيل اي اليمنت. يعني ايه؟ يعني من اشهر التجارب اللي احنا عارفينها من واحنا صغيرين في اولى اعدادي وثانيه اعدادي بالذات في المرحلتين دول، اكتر تجربه اتعملت في معظم المدارس الصوديوم، واكتر حاجه موجوده على النت، حط الصوديوم في الميه يعمل ايه؟ فرقعه. ودي مشهوره قوي، صوديوم ميه فرقعه. حلو. وكمان معروف قوي عندنا الكلور. الكلور ده غاز لو فاكرين. الكلور غاز سام. كمان لما بيجي على الجلد عندنا تقول لي بيجي يتحط على الهدوم، يتحط على الهدوم بيعمل بقع ويبهدل الدنيا. فانا عندي الكلور بيبقع الهدوم ويبهدل الايد، عندي الصوديوم بيتحط على الميه يفرقع. بس هما الاثنين مع بعض بيدوني ملح، فكده اداني صوديوم كلورايد. مين الصوديوم كلورايد؟ ده ملح. ايه ده؟ بيتاكل عادي جدا. لا تاني يا مستر كده رتبها لنا في مخنا. خليني اقول لك حدوته غريبه شويه. الهيدروجين يا شباب مع النار بيفرقع، ده بجد معروف، والناس اللي شاطره قوي في الكيمستري عارفه ان الهيدروجين بيرن ويز ا بوب ساوند. فهيدروجين نار فرقع. الاكسجين مع النار يعمل ايه يا شباب؟ راجع كده منهجك سته ابتدائي كنا بنقول ان الاكسجين هيلب ان بيرنينج. برافو. وتاني اعدادي كان عندنا جهاز اسمه هوفمان فولتميتر، كنا بنعرف ان في هنا هيدروجين وهنا في اكسجين، بقرب الفليم من ناحيه الهيدروجين يعمل بوب ساوند، واقرب الفليم من عند الاكسجين يبقى مور جلوينج. فعرفت ان الناحيه دي فيها هيدروجين الناحيه دي فيها الاكسجين. لما كنا بنيجي ندرس حاجه اسمها الانود والكاثود لو فاكر. ايوه بس عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الاكسجين لوحده مع النار يزودها، والهيدروجين مع النار يعمل لي بوب ساوند، هما الاثنين سوا يطفوها. جبنا منين الكلام ده؟ راجع كده معايا. رمز الميه ايه؟ H2O، يعني هيدروجين ماسك في اكسجين. مع ان الهيدروجين لوحده بيعمل بوب ساوند والاكسجين لوحده يزود النار، بس هما الاثنين مع بعض كونوا لي حاجه جديده خالص. بس ركز في الجمله دي. with a chemical and physical properties. new chemical و physical properties. الكيميكال رياكشن يا شباب بيخلقوا لي منتج جديد في شكل مختلف في الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز. الاكسجين لوحده جاز والهيدروجين لوحده جاز، والاثنين مع بعض ليكويد بنشربه. الاكسجين لوحده يزود النار والهيدروجين لوحده بوب ساوند، هما الاثنين مع بعض زي الفل يطفوا النار. الصوديوم لوحده اتحط في الميه يفرقع. الكلور لوحده غاز بيبهدل الدنيا والجلد والكلام ده كله. الاثنين مع بعض ملح، ما فيش وجبه تستغنى عنها من غير الصوديوم كلورايد. فاذا فكره ان احنا نعمل بوند ان احنا بنعمل نيو كيميكال وفيزيكال بروبرتيز للاليمنت، لان احنا بنخلق حاجه اسمها كومباوند. وتعالى نشوف اللي بعده. طب الكوفيلنت بوند بقى، لا الكوفيلنت بوند عندي هيدروجين وهيدروجين. الهيدروجين نفسها تعمل ايه؟ نفسها حد يجي يديها الكترون. طب الهيدروجين الثانيه نفسها حد يجي يديها الكترونز، فهم الاثنين يقعدوا مع بعض كده. طب انت نفسك في الكترون وانا نفسي في الكترون، طب ما تيجي نعمل شير. يعني نعمل شير يعني نتفق مع بعض ان الالكترون بتاعي يتحط في النص والالكترون بتاعك يتحط في النص. فيبقى لما اجي اسال الهيدروجين تقول لي معاها 2 الكترون، الهيدروجين دي معاها ايه؟ 2 الكترون. فدي عملنا شير، ما عملناش لا لوز ولا جين. طب عملنا شير بكام الكترون؟ الراجل ده عمل شير ب1 والراجل ده عمل شير ب1، يعني عمليه المشاركه كل واحد فيهم شارك بكام؟ ب1. فدي بنسميها سنجل كوفيلنت بوند. طيب تعال نشوف اللي بعده ونفهم دي بالتفصيل، لان دي اهم جمله هنقولها. بص يا حبيبي، ادي الهيدروجين عندي 1 الكترون في الاوتر، وادي الهيدروجين الثانيه عندها 1 الكترون في الاوتر. فكنا في اولى اعدادي نعمل الحركه ديت وبعدين نيجي نعمل الحركه ديت وبعدين نعمل الحركه ديت. فاجي اسالك الراجل ده عمل شير بكام؟ تقول لي ب1. اقول لك بس يبقى الراجل ده سنجل زي حالاتك كوفيلنت بوند. خلصت. سنجل كوفيلنت بوند. طيب يبقى ما فيهاش ايه؟ مشكله. تعال نشوف اللي بعده. ده انا عندي سنجل كوفيلنت بوند وعندي دبل كوفيلنت بوند وعندي تريبل كوفيلنت بوند. ازاي؟ السنجل خلاص هيدروجين زي الهيدروجين كده يعمل ايه؟ شير ب1. امال الدبل لا، زي الاكسجين. ده انا عندي في الاكسجين ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. تقول لي لا ثواني يا مستر، الاكسجين الاتوميك نمبر بتاعه 8. ماليش دعوه، انا عايز الاوتر فيه كام؟ 6. وهنا ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4 وادي 5 وادي 6. الراجل ده نفسه في كام ويشبع؟ 2، وده نفسه في كام ويشبع؟ 2. فيعملوا هما الاثنين شير باي 2 الكترونز، ويبقى الدنيا يا دار ما دخلك شر. ويبقى هنا كل واحد فيهم عمل شير بكام؟ ب 2 الكترونز. فيبقى الراجل ده ايه؟ دبل كوفيلنت بوند. تعال نفهم حاجه مختلفه. طب افرض جيت عملت المنظر ده،
كي سي ال. كتبت لك الكي ايكوال 19 ولكن السي ال ايكوال 17. تقول لي طيب كي ب 19 يا مستر يعني هتعمل كده 2 8 8 1 يعني الراجل ده ميتال. اقول لك برافو. تقول لي يعني الراجل ده هيعمل لوز 1 الكترون. اقول لك جدع. تقول لي وهيبقى بوزيتيف اين. اقول لك ممتاز. وهنا الكلورين ب 17 مالها 2 8 7. اقول لك جدع. تقول لي بص يا مستر مش الراجل ده عمل لوز ل 1؟ اقول لك اه. تقول لي الراجل ده هيموت على ال 1 ليه؟ لان ده نوعه نون ميتال. فبما ان ده ميتال عمل لوز يجي الراجل ده بقى يقول له ايه؟ مش انت عملت لوز ل 1؟ اه. يقول له انا اللي هعمل الجن لل 1 ده وابقى انا اسمي ايه؟ اسمي كلورين نيجاتيف. يبقى الكومباوند ده تم لما البوتاسيوم بوزيتيف اين مسك في الكلورين النيجاتيف اين فاداني بوتاسيوم كلورايد كومباوند اسمه كده بوتاسيوم كلورايد وده نوع من انواع السولت. الراجل ده ماله؟ بيبقى ايونيك بوند. عرفت منين يا مستر ان هو ايونيك بوند؟ لانه ميتال اتفاعل مع نون ميتال. لا تاني، ميتال يتفاعل مع نون ميتال فهيديني مين؟ ايونيك بوند. طب ولو نون ميتال مع نون ميتال؟ لا ده تعالى بقى ندي اكزامبل مشهور قوي. بص كده اجي اقول لك H2O الهيدروجين ايكوال 1 والاو ايكوال 8. كنا اول خطوه نعملها اقول لك انت H2 ديت ال2 ديت عايده على مين؟ عدد الهيدروجين. يعني انت معاك هيدروجين ومعاك هيدروجين ومعاك اكسجين. طيب ده بكام؟ ب1 وده ب1 وده ب8. وزع كي ب1 كي ب1 كي وال 2 و6. اقول لك طب استنى الراجل ده عنده 1 يبقى نوعه ايه؟ تقول لي نون ميتال. طب وده نون ميتال. طب وده تقول لي ده 6 يبقى ده نوعه ايه؟ نون ميتال. اقول لك حلو قوي. الاكسجين نفسه في ايه؟ الاكسجين نفسه يعمل جين ل 2. الهيدروجين نفسه يعمل ايه؟ جين ل 1. والهيدروجين ده نفسه يعمل ايه؟ يعمل جين ل 1. فاقول لك نعمل ايه بقى؟ كنا بنعمل شيرنج، نحط المختلف في النص اللي هو الاو ونجيب هيدروجين هنا ونجيب هيدروجين هنا. هيدروجين حواليكي كام؟ تقول لك حواليا 1. وانت يا هيدروجين حواليا 1. طب وانت يا اكسجين؟ تقول لك لا انا حواليا 1 2 3 4 5 6. الهيدروجين عايز كام؟ عايز 1 يروح ياخد ال 1. والهيدروجين عايز كام؟ عايز 1 يروح ياخد ال 1. تقول لي مستر ثواني بس قبل ما تكمل، كان في مبدا انت قلت لنا عليه من شويه نفع واستنفع. يعني لو هعمل شير ب 1 تعمل شير ب 1 كده الراجل ده انبسط والراجل ده انبسط ده اللي زعل. اقول لك استنى الاكسجين يعمل ايه؟ يروح ياخد 1 من هنا و1 من هنا. فيبقى كاكسجين اخد 1 من هنا و1 من هنا يبقى هو كاكسجين كده عنده كام؟ دي 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى عنده 8 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. الراجل ده مبسوط. يبقى الهيدروجين عنده كام؟ عنده 2 مبسوط. والهيدروجين ده عنده كام؟ عنده 2 مبسوط. طب الراجل ده انهي نوع من البوند؟ ده عملنا شير بكام؟ ب1 وعملنا شير بكام؟ ب1. يعني نعمل شير كل مره بكام؟ ب1 يبقى سنجل زي حالاتك كوفيلنت بوند. يبقى انا فهمت ازاي افرق ما بين انواع البوند المختلفه. ايونيك يعني ما بين ميتال ونون ميتال، واحد يعمل لوز وواحد يعمل مين؟ جين. كوفيلنت نون ميتالز وبيعملوا مين؟ شير مع بعض. طيب التريبل كوفيلنت بوند زي النيتروجين. ازاي زي النيتروجين؟ النيتروجين بيبقى ان 7. فنيجي نشوف معايا ان كمان 7 تاني. يبقى دي هنا ايه؟ 2 و5 ودي زيها اكيد 2 و5. يبقى دي نفسها في ايه؟ نفسها تعمل شير ب 3. ازاي؟ هات النيتروجين وهات النيتروجين. ادي 1 2 3 4 5 ودي 1 2 3 4 5. يا نيتروجين نفسك في كام؟ تقول لك انا نفسي في 3. روح خد الثلاثه. وانت يا نيتروجين نفسك في كام؟ خد عايز 3. خدت الثلاثه. عد كل دايره. دي 1 2 3 4 5 6 7 8. النيتروجين دي شبعت. والنيتروجين دي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى النيتروجين دي كمان ايه؟ شبعت. يبقى بما ان كل واحد طب استنى عملوا شير بكام؟ دي 1 2 3 يبقى دي نوعها ايه؟ تريبل كوفيلنت بوند. يبقى قدرنا نفهم كل نوع بوند بيعمل ايه؟ سنجل شير ب 1، دبل شير ب 2، تريبل شير بمين؟ ب 3. حلو جدا. يبقى تعال نشوف ايه الفرق بين الايونيك والكوفيلنت. الايونيك بيتم ما بين ميتال ونون ميتال، الكوفيلنت الاثنين نون ميتال. الايونيك واحد بيعمل لوز والتاني بيعمل جين، لا الاثنين دول بيعملوا شير.
formed between atoms of two different elements. دايما الايونيك باثنين element مختلفين. ليه؟ واحد ميتال وواحد نون ميتال. لازم اثنين مختلفين، واحد بيكون بيعمل لوز وواحد بيكون بيعمل ايه؟ جين. الكوفالنت لا، ممكن الاثنين يبقوا مختلفين، ممكن يعني ممكن O2 اكسجين مع اكسجين دبل كوفالنت بوند، وممكن H2O ادي اثنين element مختلفين، فممكن تكون زي بعض ممكن يكونوا ايه؟ مختلفين، يعني ممكن يكونوا element وممكن يكونوا compound. طيب هنا has one type، لا ده هنا 3 type single ودبل وتريبل. هنا produce compound molecules only، لا ده هنا ممكن يكون element compound وكمان compound element. وبعدين ندخل على حدوته مهمه قوي اسمها الفالنسي، وتعالى بقى نشوف. فتعالى نعرف اصل الفالنسي عرفوها منين، يعني عرفوا منين المونوفالنت دايفالنت وكده. الاصل بتاعه مش هتحتاجه تاني، انا كده هقول لك احفظ الارقام بتاعته وراح دماغك. بس اصلها ايه؟ اصلها مثلا سي اي ب 20، فكنا نعمل ايه؟ نقول كده 2 8 8 2. حلو، الاوتر فيه كام؟ 2. خلاص يبقى هو هيبقى سي اي بوزيتيف 2. يعني ايه؟ يعني كده الكالسيوم دايفالنت. عرفت منين؟ علشان هو اخره 2. طب وايه المشكله؟ ما هو اللي اخره 2 هيعمل لوز لكام؟ ل 2. يبقى هو كده اسمه سي اي دايفالنت عشان هيعمل لوز ل 2. كمان مره اجي اقول لك الام جي. حلو قوي، الام جي بكام؟ ب 12. فيبقى هنا ايه؟ 2 8 2. حلو، فيبقى ساعتها انت عارف ان برضه الام جي هيبقى بوزيتيف 2. يعني ايه؟ يعني المغنيسيوم عايز يعمل لوز ل 2 الكترون. فلما اجي اسالك الفالنسي بتاعت الكالسيوم كام وانت عارف ان ده ميتال، واقول لك ان الكالسيوم دايفالنت، خلاص انت كالسيوم دايفالنت يبقى الاوتر موست فيه 2 هيعمل لوز ل 2. المغنيسيوم اقول لك عليه دايفالنت، انت عارف ان المغنيسيوم ده ميتال، يبقى انت عارف ان الاوتر موست انرجي فيه 2. كمان مره اجي اقول لك الليثيوم ب 3، فاقول لك وزع، تقول لي 2 1. اسالك طب الفالنسي، تقول لي هو عنده 1 في الاخر، يبقى هيعمل لوز لكام؟ ل 1. طب بص كده على اللي بعده، اقول لك طب الكربون ب 6، يعني كام؟ يعني 2 و4. طب ده هيعمل لوز ل 4؟ لا. يعمل جين ل 4؟ لا، بس هيعمل شير ل 4. ساعتها حضرتك عارف ان ده اسمه سي 4. ليه 4؟ لان هو هيعمل شير ب 4. يبقى اذا لو هتعمل لوز ل 1 مونوفالنت، جين ل 1 مونوفالنت، شير ب 1 مونوفالنت، هعمل لوز ل 2 دايفالنت، هعمل جين ل 2 دايفالنت، هعمل شير ب 2 دايفالنت. عرفتوا منين يا بتوع الكيمياء الارقام ديت؟ بصينا على اخر انرجي ليفل، شفنا احتياجات الاليمنت ده يعمل لوز لكام؟ لكذا، يبقى الفالنس بتاعته كذا. فده معناه ان لما اجي اقول لك الالومنيوم بوزيتيف 3، خلاص انت كده يهمك انك تبقى فاهم ان الالومنيوم بوزيتيف 3 بوزيتيف يبقى ميتال، 3 يبقى هيعمل لوز 3. طب هو كان بكام؟ مش لازم تبقى حافظ. طب هو اصلا كان بكام؟ الحاجات دي كلها مالها مونو فالنت. يعني ايه؟ يعني ب1. يعني ال اي ده بوزيتيف 1، الكي بوزيتيف 1، الان اي بوزيتيف 1، السيلفر بوزيتيف 1، السي يو بوزيتيف 1. خلاص يبقى الناس دي during the chemical reaction tend to lose 1 electron. شكرا. طب الكالسيوم بوزيتيف 2 دايفالنت، المغنيسيوم بوزيتيف 2، الليد بوزيتيف 2، الميركوري اتش جي بوزيتيف 2، الزنك بوزيتيف 2، الكبر بوزيتيف 2. ايه ده؟ بص هنا في كبر وهنا في كبر. ايوه، بعض الاليمنت لان هم من ضمن حاجه اسمها الترانزيشن اليمنت في ثانيه اعدادي خدناها، كانوا في نص الجدول. الترانزيشن اليمنت دول عليهم عناصر انتقاليه، عندهم الكترون كده بيتنقل او ليهم توزيع الكتروني مختلف شويه. فبعض الاليمنت بيبقى عندهم توزيع الكتروني مختلف وبيبقى عندهم كيسز مختلفه، فبيبقى ليهم اكتر من فالنس. ايوه انا كطالب اعمل ايه؟ ما انت حاطط لي ده. بص يا حبيبي، الكبر لو ما قالكش هو شغال ب1 ولا ب2 هو شغال ب2. طب ولو عايز يقول لك يبقى ساعتها هيقول لك لا ما فهمتش يا مستر. يعني قال لك مثلا كبر اوكسايد، خلاص ده سي يو او. طب ليه مش سي يو 2 او؟ مادام هو ما قالش يبقى الكبر ب2، لو قال شوف هو هيقول لك ساعتها 1 ولا 2. طيب الالومنيوم بكام؟ ب 3. الجولد بكام؟ ب 3. يهمني واحد جميل اسمه، وركز معايا، الفرس والفرك. الفرس بوزيتيف 2 والفرك بوزيتيف 3 وهما الاثنين اف اي. يعني ايه؟ يعني الحديد كمان عامل زي الكبر، ليه حالتين، ممكن يطلع مره بصوره اف اي بوزيتيف 2، ممكن يطلع بصوره اف اي بوزيتيف 3. انا كطالب اعرف ازاي؟ هيقول لك انا شغال بالفرس يعني ب2، انا شغال بالفرك يعني ب3، او يقول لك انا شغال بايرن 2 اهو قال لك خلاص، او شغال بايرن 3. طيب تعال نشوف اللي بعده، النون ميتالز.
النون ميتالز لا فيها شويه فالنسي اكتر. يعني ايه؟ بص انطق فلاحي عشان تثبت في ودنك. هيدروجين، فلورين، كلورين، برومين، ايودين، كل دول اخرهم ان ب1. هيدروجين، كلورين، فلورين، برومين، ايودين مونوفيلنت. يعني ايه مونوفيلنت؟ اساس الكيمياء اللي جايه. يعني ايه؟ تعال نفهم. هيدروكسيد دول اسمهم اتوميك جروب، دول بيتعاملوا ان هم حاجه واحده. ما اجي اقول لك هيدروكسيد دي مش معناها اكسجين ومش معناها هيدروجين. طب تقول لي يا مستر مش هي انت نطقتها هيدرو اوكسيد يبقى اتش او. ما عندناش اليمنت اسمه هاو، زي ما عندناش اليمنت اسمه سوسو. ما عندناش الحاجات دي. اسمها ايه؟ او اتش، يبقى او اتش هيدروكسيد. بي كربونات او في بعض النطق الثاني باي كربونات اتش سي او 3. تتحفظ على بعضها. نايتريت مغذى بالاكسجين 8 اي تي اي يعني اكسجين كتير. ايت نقصنا منه اكسجينات يبقى نايتريت ان او 3. نايترايت ان او 2. امونيوم ان اتش 4 وده بوزيتيف 1. كربونات سي او 3 نيجاتيف 2. سلفيت اس او 4 نيجاتيف 2. فوسفيت بي او 4 نيجاتيف 3. الحاجات دي لازم تتحفظ، لازم تتحفظ. افتكر الكلام ده من اولى اعدادي، كنا باهم حاجه درستها في اولى اعدادي درس الفالنسي. لازم ابقى حافظ كل الاليمنتس وكل الاتوميك جروب. ليه؟ انا قلت لك جت منين؟ يعني ليه الالومنيوم بوزيتيف 3؟ فهمتك. لكن احفظهم، لان كل ده كان يحصل بقى نعمل الكترونيك كونفكشن لكل الاليمنتس ديت وتحفظ كل الاتوميك نمبر بتاع كل ده وتعرف توزيع. لا 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 ليه؟ خلاص هو ريحك، قال لك باشا الراجل الفلاني اخره 3 شكرا ليك. طيب هعتبر ان احنا خلاص ايه جامدين وحفظناه. اقول لك بقى الاهم، احنا عندنا كام نوع من الكومباوندز مركبات؟ 4 وليهم اكزامبل خامس. 4 يعني ايه؟ حاجه اسمها اسيد، حاجه اسمها بيز، حاجه اسمها سولت، حاجه اسمها اوكسايد. الاسيدز اي حاجه تبدا باتش، البيز اي حاجه تنتهي ب اتش، الاوكسايد اي حاجه تنتهي ب او بس ما تكونش بتاعت اتوميك جروب، واي حاجه لا هتبدا باتش ولا هتنتهي ب او اتش ولا اخرها او تبقى سولت. تاني بدات باتش، بص كده مين الاسيدز؟ خل، ليمون، برتقان، احماض بالعربي. ساعات كده لما نيجي ناكل حاجه ونلاقي طعمها لاذع يقول لك دي حمضت. لما الحموضه عندنا في معدتنا بتزيد تيجي تقول كلمه حموضه، معدتنا فيها اتش سي ال قوي جدا، لو اتحط على الجلد يهريها. وتقول لي ازاي؟ اقول لك عشان بتوع البيولوجي هيشرحها لك. اشهر الحاجات سلفيوريك اسيد، نيتريك اسيد، هيدروكلوريك اسيد، هيدروبروميك اسيد. اي حاجه بتبدا ب اتش تبقى اسيد. تعريف الاسيد ان دي عندها ساور تيست، او اي حاجه بتدوب في الميه فبتطلع اتش بوزيتيف في الميه. اسيد ريد. نجيب الليتموس بيبر، دخلنا المعمل لقينا شويه ليكويدز مش عارفينها وما بنشربهاش، بنجيب ليتموس بيبر نحطها، لقيناها بقت ريد ده اسيد، لقيناها بقت بلو ده بيز. طيب البيز يبقى ده الاسيدز واستخداماتها والليتموس بيبر. البيز يا شباب تيرن الليتموس بيبر انتو بلو. البيز اي حاجه تنتهي ب او اتش، يبقى بدات ب اتش اسيد انتهيت ب او اتش بيز. طيب they are substances which dissociate in water producing negative hydroxide ion. طيب زي مين؟ اي حاجه اخرها او اتش. صوديوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، كالسيوم هيدروكسيد. حلو جدا. يبقى البيز عندهم كده بنسميها باتر تيست، فير سليبري، زي اللبن، زي الزبادي، زي الصابون لو جه في بقك وانت بتستحمى ولا حاجه، زي البلح الاحمر، زي الموز، زي الخيار. الحاجات دي بتبقى بيز. طيب وترن الليتموس بيبر انتو بلو. الاوكسايدز اي حاجه تنتهي ب او ما هي اسمها اوكسايدز، بس الاو دي معلش خد بالك من المعلومه دي عشان خاطري. الاو دي ما تكونش بتاعت اتوميك جروب. يعني ما اجيش اقول لك ايه K2SO4 تقول لي اخرها او تبقى اوكسايد، اقول لك تبقى فضيحه او بريح. امال ايه اللي حصل؟ مش الاس او 4 دي بتاعت اتوميك جروب؟ يبقى ده سولت. يبقى تاني بدات باتش اسيد، انتهيت ب اتش بيز، انتهيت ب او اوكسايد، بس الاو دي ما تكونش بتاعت اتوميك جروب. خد بالك من الكلمتين دول وبس. طيب الاوكسايدز الومنيوم اوكسايد، صوديوم ايه اوكسايد. السولت اي حاجه ما بتبداش ب اتش ما بتنتهيش ب اتش مش اخرها الاو، لكن ممكن تبقى بتاعت او بتاعت اتوميك جروب.
زي الصوديوم كلورايد، ليد برومايد، صوديوم نيتريت، انهيدرس كبر سلفيت، امونيوم كلورايد، امونيوم برومايد، امونيوم كربونات. ما دام ما بداتش باتش وما انتهيتش بو اتش، خلاص انا كده ايه؟ سولت، وتكون اخري او بتاعت اتوميك جروب. لان لو الاو دي مش بتاعت اتوميك جروب اصبحت اوكسايد، يبقى الاوكسايد اي حاجه اخرها او بس تكونش بتاعت اتوميك جروب. طيب تعال نشوف بقى ايه دي مهمه قوي. في سولتس بتدوب وفي سولتس ما بتدوبش. صوديوم كلورايد NaCl بيدوب، بوتاسيوم سلفيت، كالسيوم نيتريت، صوديوم سلفايد، كل ده بيدوب. اشهر ثلاثه ما بيدوبوش مهمين قوي تحفظوا: سيلفر كلورايد AgCl، ليد ايودايد BbI2، عشان يأهلك للمرحله دي، وهي اهم مرحله اللي هو ايه بقى؟ احنا كده قلنا ايه في الجزء الثاني؟ قلنا الفالنسي نحفظها كويس جدا عشان تخليني اعرف اكتب الكيميكال فورمولا، واعرف لما اكتب الكيميكال فورمولا انا عايز عينك تشوف الكيميكال فورمولا تقول لي ده اسيد ولا بيز ولا سولت ولا اوكسايد وكام اتوم وكام اليمنت. عملت كده انت كده مؤهل نخش على الخطوه اللي بعد ديت اللي هي ازاي نعمل بالانس للكيميكال ايكويشن. يبقى بص كده، رايت ذا كيميكال فورمولا صوديوم هيدروكسيد. بص يا حبيبي افكرك بكلام اولى اعدادي، كنا بنيجي نعمل كده، ده اسمه ايه يا قلبي؟ صوديوم هيدروكسيد، صوديوم Na، هيدروكسيد OH. كنا بنعمل كده في اولى اعدادي. ال Na بكام؟ ب1، والهيدروكسيد بكام؟ ب1. كنا بنعمل كده لو تفتكر كده وكده. طب مستر انت عرفت منين ان هو 1؟ ارجع احفظ الفالنسي. عرفت منين ان هنا 1؟ ارجع احفظ الفالنسي، ببدل الارقام. طب يا مستر ده 1 وده 1 يبقى ما خدوش حاجه، يبقى NaOH بس. يبقى لما اجي اسالك ايه هي الكيميكال فورمولا بتاعت الصوديوم، لا والله ابدا، ده ليه مني ليك عشان نفهم جت منين ال NaOH. طيب الراجل ده نوعه ايه؟ ركز كده، عندي 4 انواع. الميه بقى نوع خامس، نيوترال، لان الميه اصلا بتبدا ب اتش وبتنتهي ب اتش، فلا هي اسيد ولا هي بيز. امال هي ايه؟ نيوترال. طيب هنا ببدا بمين يا قلبي؟ ان ايه؟ انتهيت بايه؟ او اتش. اسيد بيز سولت اوكسايد، الاسيد بيبدا ب اتش، البيز بينتهي ب اتش، مش ده اخره اتش؟ يبقى ده ايه يا دكتور؟ بيز. شكرا. مستر كنا في ثانيه اعدادي بنقول هو بيز ولا الكلي؟ برافو. الالكليز كلها تعتبر بيز بس دابت في ميه، يعني جبنا شويه جبناها بيز صوديوم هيدروكسيد باودر حطيناه في الميه اصبح الكلي. طيب شوف الثاني، كبر نيتريت. كبر يا مستر، كبر ده كان ب1 وكان ب2، قال لك لا يبقى ب2 CU. والنيتريت نيتريت NO3 كنا بنعمل كده، ده بوزيتيف 2 ده نيجاتيف 1. هعمل ايه؟ سيسور مقص، هات ال2 هنا وهات ال1 هنا. يعني ايه؟ يعني هنا ينزل ال1 وهنا ينزل ال2. مش فاهم؟ خليك معايا قوي. الناس اللي اتأسست الموضوع حلو، الناس ما اتأسستش ارجوك اتعب جامد جدا في الفيديو ده قوي عشان تكمل. ادي السي يو هتاخد مين؟ ال1، ما بنحطش ال1. NO3 كلها عايزه تاخد ال2 بس خلاص. يعني ايه يا مستر؟ هو ده رمز الكبر نيتريت، يعني CU NO3 all 2. خدت بالك؟ طب يعني ايه؟ تعال نشوف. هو قال لك نيتريت، رمز النيتريت NO3. حلو. كبر CU بكام؟ ب2. طيب يبقى ده هنا يبدل ده وده هنا يبدل ده، يبقى اصبح رمز الكبر نيتريت ايه؟ CU NO3 all 2. طيب ده اسيد بدأ باتش؟ لا يبقى مش اسيد. انتهى بو اتش؟ لا يبقى مش بيز. اخره او؟ اخره او اوكسايد. ارجوك استنى، هو مش ده نيتريت بتاع الاتوميك جروب؟ ما دام هو او كالسيوم Ca، بيكربونات HCO3، صح؟ صح. هعمل كده المقص بتاعي كالسيوم وانا حافظ كويس ان هو بوزيتيف 2، ال HCO3 نيجاتيف 1. تقول لي مستر نيجاتيف 2، خد بالك في فرق بين البيكربونات والكربونات، ده بيكربونات هنا ياخد ال1 وهنا ياخد ال2، ما انا بعمل سيسور ببدل. كالسيوم ينزل تحتيها كام؟ 1 يبقى Ca. ال HCO3 كلهم ياخدوا 2، يبقى اذا كالسيوم بيكربونات ده الكيميكال فورمولا بتاعته. يبقى احنا دلوقتي بنتعلم ازاي نعمل الكيميكال فورمولا، ارجوك ركز. طيب شوف اللي بعده، جايب لك كميه كيميكال فورمولا من هنا لبكره فركز قوي. كيميكال فورمولا نعمل كده، يقول لحضرتك بوتاسيوم كلورايد. طيب بوتاسيوم كلورايد، تعالى ثواني كده، بوتاسيوم كلورايد، بوتاسيوم كي، كلورايد Cl. بص كده ده كي وده Cl. طيب البوتاسيوم بكام؟ ب1. كلورين مستر التاني كان كلورايد، ده كلورين، كلورايد هو كلورين بكام؟ ب1. يبقى رمز بوتاسيوم كلورايد ايه؟ KCl. نوعه ايه؟
اوله اتش لا يبقى مش اسيد، اخره اتش لا يبقى مش بيز، اخره لا مش اوكسايد، يبقى الراجل ده كده اصبح ايه؟ سولت. طيب كالسيوم نيتريت Ca والنيتريت NO3. طيب كالسيوم بكام؟ انت خلاص حفظت بوزيتيف 2، نيتريت نيجاتيف 1، هعمل السيسور هنا 1 هنا 2، يبقى هنا الكالسيوم ياخد ال 1 Ca والنيتريت NO3 all 2 كالسيوم نيتريت. خلاص كالسيوم ب 2 نيتريت بكام؟ 1. طب ده اوله اتش لا مش اسيد، اخره اتش لا مش بيز، اخره اخره لا ما هو ده مش اوكسايد لان الاو دي بتاعت مين؟ اتوميك جروب، يبقى سولت. طيب تعال نشوف اللي بعده. صوديوم بيكربونات، صوديوم بيكربونات وسيلفر نيتريت. طيب صوديوم Na بيكربونات HCO3. خدت بالك الاتش كابيتال والسولت. تالت 10 11 سيلفر Ag نيتريت NO3. سيلفر بكام؟ ب1 والنيتريت ب1 1 و1 راحوا مع بعض يبقى اسمه ايه؟ AgNO3. خلصت. طب ده نوع ايه؟ اوله اتش لا اخره اتش لا اخره او، بس دي بتاعت اتوميك جروب يبقى ده اصبح ايه؟ سولت. خلصنا منها. شوف اللي بعده. صوديوم سلفيت. بص كده صوديوم سلفيت. صوديوم Na دي مهمه قوي، سلفيت SO4 دي جميله. ال Na بوزيتيف 1 لكن السلفيت نيجاتيف 2، ببدل هنفهم. هنا ياخد ال 2 هنا ياخد ال 1، اصبح الرمز ايه؟ ال Na اخدت ال 2 وال SO4 تاخد ال 1 يبقى Na2SO4 لان انا باخد هنا ده ياخد الرقم بتاع ده. حلو قوي. مغنيسيوم اوكسايد. حلو قوي. بص ده مهم. ادي المغنيسيوم وادي الاوكسايد، ده بوزيتيف 2 وده نيجاتيف 2، يعني هنا يعمل 2 هنا يعمل 2. طب مستر يعني نكتبها Mg2O2. بص يا حبيبي احنا بنعمل السمبلست فورم، مش ده 2 ده 2 ده ديفايدد 2 يديني كام؟ 1 ده ديفايدد 2 يديني كام؟ 1 يبقى اصبح رمز المغنيسيوم اوكسايد كام؟ 1. طيب انت فهمت ديت كتبتها عندك، ركز معايا. عايز اشرح اللي هناك دي كده بطريقه بلدي شويه يمكن تظبط حته في دماغك لو وقع منك. بص يا حبيبي المغنيسيوم الواحده ب 12 والاكسجين الواحده ب 8. المغنيسيوم الواحده عامله كده 2 8 2 والاكسجين الواحده عامله كده 2 و6. المغنيسيوم الواحده عايزه تمشي كام؟ عايزه تمشي 2 والاكسجين الواحده عايزه تمشي تاخد كام؟ عايزه تاخد 2. يبقى ده عايز يمشي 2 وده عايز يجيب 2. يبقى انا كاكسجين نفسي اتفاعل مع كام مغنيسيوم؟ هي واحده لان هي عايزه تمشي 2 وانا عايز اخد 2. فيبقى الام جي الواحده عايزه تمشي 2 والاكسجين الواحده عايزه تاخد 2. فيبقى هنا الرمز اصبح ايه؟ ام جي او. طيب بص كده تاني. نيتريك اسيد. النيتريك اسيد من اشهر الاسيد لازم تتحفظ زي الاتش سي ال هيدروكلوريك اسيد، حاجات تتحفظ. ما اجي اقول لك رمز الميه ما تجيش تقول لي يعني فين الووتر فين رمزها اتش 2 او، دي حاجات محفوظه. نيتريك اسيد اتش ان او 3. نيتريك جاي من نيتريت والاتش اللي هو بتبدا بيها اي اسيد. طيب كالسيوم هيدروكسيد، خد بالك ان الكالسيوم هيدروكسيد بيتعرف باسم اللايم ووتر برضه. كالسيوم هيدروكسيد ادي سي اي وادي او اتش واعمل المقص بتاعي. كالسيوم بكام؟ بوزيتيف 2 والهيدروكسيد بكام؟ نيجاتيف 1. رجع كل حاجه بدل هنا 1 هنا 2 يبقى السي اي او اتش تاخد ال 2 كانها كومن فاكتور. طيب بص كده على بعضه. كالسيوم سلفيت. كالسيوم سلفيت. كالسيوم سي اي سلفيت اس او 4. اعمل كده واعمل كده. كالسيوم بكام في الفالنسي؟ بوزيتيف 2. سلفيت نيجاتيف 2. بدل هنا 2 هنا 2. يا مستر مش ده 2 ده 2 يروحوا مع بعض يبقى اصبح الرمز ايه؟ سي اي اس او 4. خلصت. شوف اللي بعده. ايرن. بص بقى قال لك ايه؟ فيروس او قال لك ايرن 2. هو ساعدك. ايرن 2 اوكسايد اف اي بوزيتيف 2 والاوكسايد او نيجاتيف 2. هعمل كده ده 2 ده 2 راحوا مع بعض اصبح الرمز ايه؟ اف اي او. خلصت. موضوع حفظت الفالنسي عرفت تكتب الكيميكال فورمولا. حفظت الفالنسي كتبت الكيميكال فورمولا. كتبت الكيميكال فورمولا نعرف نعمل كيميكال ايكويشن. ما هي ماشيه كده. طيب
الومنيوم اوكسايد. وليا كده طريقه شرح في الالومنيوم اوكسايد هفهمك بيها حاجه كمان. الومنيوم اوكسايد ادي الاي ال وادي الاوكسايد او. الالومنيوم بوزيتيف 3 والاكسجين نيجاتيف 2. هنا 2 وهنا 3. الالومنيوم ياخد ال 2 يبقى اي ال 2 والاو تاخد ال 3 يبقى اي ال 2 او 3. ده مين ده؟ الكيميكال فورمولا بتاعت الالومنيوم اوكسايد. امونيوم كلورايد. الامونيوم NH4 والوحيد اللي بوزيتيف. اوكسا كلورايد Cl نيجاتيف 1. هنعمل كده، مش ده 1 وده 1 يبقى هي NH4 Cl. خلصنا. طب ممكن اشرح لك الومنيوم اوكسايد؟ اختار لك كده الومنيوم اوكسايد اشرحه بطريقه بلدي شويه يمكن تظبط معانا حاجه. احنا في الكيميكال فورمولا يا شباب بنشتغل بمبدا نفع واستنفع. يعني لو انا هعمل لوز ل 2 لازم حضرتك تعمل جين ل 2. يعني ما ينفعش مثلا الصوديوم كان يعمل لوز ل 1 والكلورين يعمل جين ل 2، لا، لازم لو انا اعمل لوز ل 1 حضرتك تعمل جين ل 1. طب لو انا عايز اعمل لوز ل 2 وانت عايز تعمل جين ل 1 اقول لك مش هينفع تفاعل، فتروح هات واحد صاحبك كمان، يبقى انا اعمل لوز ل 2 انت تاخد واحد صاحبك ياخد واحد، الكترون ثالث زياده، انت اتبسطت وانا عيطت، لا، لازم تاخد الثلاثه مع بعض. طيب الاكسجين هنا يقول لي الالومنيوم استنى كده، طب اروح اجيب واحد صاحبي واجي، فالاكسجين يجيب صاحبه هو كمان. بس كده احنا وقعنا في مشكله ان الاكسجين ده عايز 2 والاكسجين ده عايز 2، كده هم عايزين ايه؟ 4. بس الالومنيوم ده هيمشي كام؟ 3. هنا نقع في مشكله. الاكسجين يقول له والله يا باشا انا كده مش هاخد منك الثلاثه، انت تنبسط وانا اقعد معايا اكسجينيه كمان عايزه الكترون. الالومنيوم هنا يقول له استنى انا هروح اجيب واحد صاحبي كمان، فواحد صاحبه كمان ده يمشي 3 الكترون، فوقعنا في مشكله. كده بقى معايا 2 الومنيوم عايزين يمشوا 6 الكترون، بس معايا 2 اكسجين عايزين ياخدوا 4 الكترون. فساعتها الاكسجين يقول له طب استنى هجيب واحد صاحبي كمان، فيبقى كمان هنا معايا ايه؟ بص كده معايا الالومنيوم الاثنين منه يمشوا 6 الكترون، وهنا الاكسجين الثلاثه منهم عايزين 6 الكترون. اصبحت المعادله ماشيه ازاي؟ 2 من ده يكفوا 3 من دول. عشان كده اصبح رمز الالومنيوم اوكسايد Al2 2 اكسجين و O3 و3 اكسجين. طب انا في الامتحان بقى ان شاء الله حضرتك مطلوب منك تقعد بقى ايه في التخيلات، في عالم الميتافيزيكس، تقعد بقى ايه ماسك الالومنيوم في ايدك كده تقول له ولا الومنيوم ابعت لي 3 ايه طوح 3 الكترون، والاكسجين يقول له طب وانا هاخد منك 2، طب انا كده مش هينفع، طب استنى اجيب لك اكسجين كمان واخد انا 2 كمان، هات لي بقى. لا طبعا الموضوع منتل، حفظت الفالنسي بدلهم وخلصت. بس انت فهمت اصلها ايه؟ طيب الومنيوم هيدروكسيد، بص كده معايا اللعبه ديت، ادي الومنيوم وادي الهيدروكسيد. هعمل كده الالومنيوم ده بوزيتيف 3 والهيدروكسيد نيجاتيف 1، هنا 1 وهنا 3، ادي Al وادي الاو اتش كلهم هياخدوا ال 3. عارف ليه؟ لان الالومنيوم الواحده يا بابا عايزه تمشي 3 الكترون، لكن الهيدروكسيد الواحده عايزه واحد بس، مش هينفع يتفاعلوا. ساعتها الهيدروكسيد يقول له استنى هجيب 2 اصحابي، كل واحد من دول هياخد الكترون من دول، يبقى الالومنيوم الواحده تكفي 3 من الهيدروكسيد. صوديوم كربونات Na2CO3. ايه ده على طول يا مستر؟ بعد شويه المفروض مستواك احترف. Na بوزيتيف 1، الCO3 نيجاتيف 2، ببدل ال1 يتحط هنا وال2 تتحط هنا يبقى Na2CO3. تعال نشوف اللي بعده. بوتاسيوم سلفيت. بوتاسيوم يعني K، سلفيت يعني SO4. هعمل كده بوزيتيف 1 نيجاتيف 2، هنا 2 هنا 1، يبقى اصبحت K2SO4. K2SO4. حلو قوي. كالسيوم كلورايد CaCl. هعمل كده Ca بوزيتيف 2 كلورايد نيجاتيف 1، هنا 1 وهنا 2، يبقى اصبح اسمه CaCl2. حلو قوي، حلو جدا. انا عايزك واحد واحد من دول تقدر ايه تجربه. يبقى انت حليت معايا دلوقتي مش اقل من 30 كيميكال فورمولا، عشان ابدا بعديها اخش على هاو تو بالانس ا كيميكال ايكويشن، ودي اخر مرحله. بس خد بالك هم قايمين كلهم على بعض ستيبس، فاوعى تمشي حته كده من دماغك. Chemical reactions. It is the breaking down of existing bond between the atoms of molecule and the reactant forming new bond between atoms in the molecules بتاعت البرودكت. يعني ايه الكلام ده؟ المنظر اللي انت شايفه ده اسمه كيميكال ايكويشن. كيميكال ايكويشن يا شباب بتتقسم لثلاث اماكن. جزء اللي قبل السهم اسمه الرياكتنت، والجزء اللي بعد السهم اسمه برودكت،
والجزء اللي على السهم اسمه الكونديشن اللي معظمكم بينسوه وهو من اهم الحاجات. شباب خد بالك الكونديشن ده الفرن، ده الثلاجه، ده البوتاجاز، ده التقليب، ده كل حاجه. ما ينفعش اجي ادي لك وصفه الجيلي وما اقولكش حطه في الفريزر ولا في الفرن. ما ينفعش ادي لك وصفه الكيكه وما اقولكش حطه في الفرن ولا في الثلاجه. حته الكونديشن دي مهمه بتنسوها. هنا لازم اشتغل على الكلام ده، ابقى عارف التقسيمه عشان احنا بنتكلم مع بعض اقول لك رياكتنت ولا برودكت. طيب ايه بقى الرقم اللي بيتكتب هنا؟ انت بقالك ساعه يا مستر بتكتب لنا ارقام تحت، ايه الرقم اللي هنا؟ ركز معايا قوي. الرقم اللي هنا ده اسمه الكوفيشنت، يعني رقم التكافؤ. يعني عندك كم منه؟ عندي 2 مغنيسيوم. طب هنا عندك كم منه؟ 1. تقول لي 2 اهو، 1 اكسجين مولكيول. هنا 2 مغنيسيوم. الرقم اللي في الاول ده الكميه. تقول لي طب ما اللي تحت ده كميه، اللي تحت ده معناه انه عامل بوند، هنفهم دي كمان سنايه. طيب هنشوف اللي بعده. كيميكال ايكويشنز، رياكتنت وكونديشن وبرودكت. طيب ازاي نعمل كيميكال ايكويشن نعمل لها بالانس؟ في الاول كاني ببدا هعمل كده واقسم ورقتي، ده الرياكتنت وده البرودكت. اقعد فكر معايا واحده واحده، بوز، فكر، ارجع حل واحده واحده، فكر. فبص كده، عندي 2 هيدروجين، عندي 2 هيدروجين. يعني لو جيت سالت كام هيدروجين يا ابني؟ هتقول لي 2. كام اكسجين؟ هتقول لي 2. تقول لي انت مش قلت لنا 1؟ لا، عندك كام اكسجين عامه؟ 2. عندك كام بقى من الاو 2؟ يعني ايه؟ بص، في بعض الاليمنت انا بسميهم معايا ولادي الصغيرين اللي معايا من بدري اسمهم كده مع بعض، ماشي؟ خد بالك من الجمله ديت. شفت هناك زر بتاعت النوبل جاز، في حاجه اسمها كولونافا. تاني كده، كولونافا. دول ما ينفعش يتوجدوا لوحديهم، لازم يتوجدوا اتنينات. يعني ايه كولونافا؟ بنسميهم الفيري اكتيف جازز، ما يقدروش يمشوا لوحديهم، لازم Cl2، لازم O2، لازم N2، لازم F2، لازم H2. فمفيش حاجه اسمها O، لازم تبقى O2. مفيش اسمها H، لازم H2. بس خد بالك انا بتكلم على ايه وهم لوحديهم. يعني ايه؟ يعني كده. يعني ما تجيش تقول لي ما هي H2O، انت مش قلت لازم تبقى O2؟ لا ده مركب، انا بتكلم يكون ايه؟ O لوحدها، هيدروجين لوحده، كلورين لوحده. لكن لو HCl قلت اهو، انت قلت لازم الCl تبقى Cl2، ازاي بقت HCl؟ ما نقول عليها HCl2 كده بقى معاها H. بتكلم تكون ايه؟ لوحدها، Cl لوحدها، هيدروجين لوحده، اكسجين لوحده. الحاجات دي لوحدها اتنينات. فبص كده، معايا كام هيدروجين يا ابني؟ 2. معاك كام اكسجين؟ 2. هنا معاك كام هيدروجين؟ 2. معاك كام اكسجين؟ 1. الاكسجين مش مليان. هنعمل حاجه غلط. تقول لي بس حط هنا 2. رحنا في ده. انت كده غيرت في شكل المركب. المركب اللي معاك ده كان اسمه ميه، ده اسمه ماء اكسجين، يستخدم في الغرغره وعلاج الجروح وتطهيرها. بهدلت الدنيا في رقم. احنا ما بنظبطش البالانس كده. البالانس يعني بتغير في الكوفيشنت، بنحط ارقام في المكان ده بس. لكن لو غيرت في الحروف ارقام اللي تحت، ده اللي انا شرحته من شويه كيميكال فورميلا، لا دي كيميكال فورميلا مظبوطه. احنا عايزين نظبط البالانس، يعني بنتكلم على الكوفيشنت. طيب يعني هتعمل ايه؟ هعمل هنا 2. تقول لي طب استنى بس، هو التو اللي في الاول دي يا مستر معناها ايه؟ التو اللي في الاول دي معناها كانها كومن فاكتور. يعني ايه يا مستر؟ يعني التو دي مضروبه في الهيدروجين ومضروبه في الاكسجين. يا نهار ابيض يا مستر، انت بوظت الدنيا ليه يا ابني؟ يا مستر كده معناه ان احنا بقى عندنا 2 في 2، عندنا 4 هيدروجين، و2 في الواحد اللي مش موجود ده يعني 2 اكسجين. احنا كان عندنا مشكله في الاكسجين، بوظت الهيدروجين بالاكسجين. شويش. انت عايز الاكسجين يبقى كام يا ابني؟ 2. بقى كام يا ابني؟ 2. الاكسجين مظبوط. انت عايز الهيدروجين يبقى كام؟ 4. عندك الاكسجين كام؟ الهيدروجين كام؟ 2. حط هنا 2. طب بص كده معايا، معلش مش وش كده. انت ال2 دي ضربت في ال2 دي صح؟ بقت كام؟ بقت 4. تقول لي طب ال2 دي تتضرب هنا؟ لا، البلاس ما بيفصل، بيخلي ده لوحده وده لوحده. طب عندك كام اكسجين؟ 2. عندك كام اكسجين؟ 2 بس مظبوط. هنا كام هيدروجين؟ 2 في 2 ب 4، و2 في 1 ب 2. شمالك قد يمينك. يبقى انت كده عملت بالانس لاول كيميكال ايكويشن. لازم الرياكتنت يبقى قد البرودكت. طب مستر دي هتسيبها فاضيه؟ يا حبيبي ده 1 ما بيكتبوش، ال1 ما بيكتبوش. طيب هنشوف اللي بعده. نجرب مره في مره، مفيش حاجه تتظبط مره واحده. واحده. انت بتتاسس في الكيمياء من اول وجديد. هنا H2، هنا N2، هنا NH3. هقسم ورقتي. الهيدروجين كام؟ 2. النيتروجين كام؟ 2. هنا الهيدروجين كام؟ 3. النيتروجين كام؟ 1. طيب انت عندك الهيدروجين بايظ والنيتروجين بايظ. حلو قوي.
انا هقول لك حاجه ظبطتها في دماغك من دلوقتي، شكرا ليك. ما ظبطتهاش مع الوقت هتتعود عليها. لما تلاقيها هناك 2 وعندك 3 حط هناك ال3 وارجع عندك حط 2. لما الاقي عندي 2 واللي هناك 3 ارجع حط عندك 3 وعند اللي هناك 2. لما الاقي عندي انا 2 واللي هناك 3 ارجع احط عندي انا 3 وجنب اللي هناك 2. مش فاهم حاجه، كلام غريب. بص يا حبيبي، عندك كام نيتروجين؟ 2. عندك كام نيتروجين؟ واحده. يبقى اقل رقم هتحطه هنا كام؟ 2. برافو. 2 في الان، يبقى كده عندك كام نيتروجين؟ 2. مستر بس الاثنين دي مضروبه في الثلاثه. برافو. كده كام هيدروجين؟ باظت ها؟ 6. طب يا مستر ثواني، احنا كده ظبطنا النيتروجين بوظنا الهيدروجين. بالراحه. عندك كام هيدروجين يا حبيبي هنا؟ 2. كام في 2 يديني 6؟ 3. يبقى كده عندك كام؟ بص كده، بص كده بشويش. 6. تعال نبص كده. 3 في 2 6. عندي هنا كام هيدروجين في الرياكتنت؟ 6. اصبح كام هيدروجين في البرودكت؟ 6. عندي كام نيتروجين في الرياكتنت؟ 2. عندي كام نيتروجين في البرودكت؟ 2. يبقى الرياكتنت اصبح قد البرودكت؟ يبقى انت كده الكيميكال ايكويشن بتاعتك مالها؟ بالانسد كيميكال ايكويشن. شكرا جزيلا. طب ايه بقى يا مستر اللي قعدت تقول لي لو عندي هنا 2 حط هنا 3، لو عندي بص يا حبيبي، مش ده هيدروجين؟ لقيت مكتوب عندك هنا كام؟ 2. مش ده هيدروجين برضه؟ لقيت عنده كام؟ 3. لما الاقي عندها هنا 2 وجنب اختها هنا 3 ارجع احط عندها 3 وجنب اختها هنا 2. هتظبط معاك لسه شويه. بص كده، Al2O3 Al plus O2. تعال نشتغل. عندك كام ألمنيوم هنا؟ 2. كام O؟ 3. كام ألمنيوم؟ 1. كام O؟ 2. تعال نشتغل. لما الاقي عندها 3 وجنب اختها هنا 2 ارجع احط عندها هنا 2 وجنب اختها هنا 3. مستر مش فاهم؟ ما تشغلش بالك، نقولها تاني بطريقه مختلفه. طب بص يا حبيبي، انت عندك هنا كام ألمنيوم يا بابا؟ 2. هنا كام ألمنيوم؟ 1. يبقى اقل رقم هتحطه هنا كام؟ 2. كده خلاص. يبقى انا خليت الألمنيوم كده كام يا بابا؟ تعالى نشتغل. انا كده خليت الألمنيوم كام؟ 2. بس يا مستر الاكسجين لسه ده هنا 2 هنا 3. برافو. يبقى اقل رقم انا احطه هنا كام؟ اقل رقم 2. انت شايف هتحط 1. 1 في 2 ب2. طب يا مستر ما كده باظت. برافو، ما هي باظت. 2 في 2 بكام؟ ب4. مستر ما هو هنا الاكسجين ب3. برافو، حط هنا 2. نهار اسود يا مستر، باظت خالص. ليه؟ لان ال2 دي اتضربت هنا وال2 دي ضربت هنا. يبقى كده 2 في 2. بص بقى كده، دي اللي جايه دي. بص كده اللي جايه دي 2 في 2 4 ألمنيوم. يا نهار اسود. و2 في 3 ب6 اكسجين. مستر ده مفيش حاجه شبه الثانيه. بالراحه بالراحه شويش. انت هنا عندك كام ألمنيوم؟ 4. عايز هنا تخليها 4؟ حاضر. تعمل ايه؟ حط هنا 4. اصبحت 4 ألمنيوم. هنا عندك كام اكسجين يا ابني؟ 6. هنا عندك كام اكسجين؟ 4. طب ما تشيل الاثنين دي وتخليها هنا 3. 3 في 2 اصبحت كام؟ 6. شمالك قد يمينك؟ يبقى الايكويشن بتاعتك ايه؟ ظبطت. احنا بنقعد نلعبها كده. طب مستر اللعبه اللي انت كنت بتقول عليها من شويه، لما الاقي عندها 3 وجنب اختها بالظبط 2 ارجع احط عندها 2 وجنب اختها ايه؟ 3. ظبطت في دماغك؟ ظبط. صدقني الحاجات دي كلها بتيجي بالخبره، زي ايام الميرور واللينس والكلام ده كله، كانت حاجات بتيجي بالخبره بالمره في مره. في ناس بتوصل في مستوى الكلام ده بعينيها بتلقطها. مش بقول ان انت تبقى من اول مره كده، واحده 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 واحده، تجربه واحده واحده. انا قاعد احل معاك ما وراناش حاجه. طيب هنشوف. KClO3. بص كده، KClO3 تديني KCl زائد O2. ايه رايك؟ مستر ممكن العب اللعبه اللي انت بتلعبها معانا؟ لما الاقي عندها 3 وجنب اختها 2 احط عندها 2 وجنب اختها 3. لو عملت كده برنس. طب مش هعمل كده. طب مستر انا برنس معلش. K1 Cl O Cl ب1 الO ب3. تعال نشوف هنا K1 Cl ب1 والO ب2. يبقى انت محتاج تزود في مين يا فندم؟ في الO. بدل ما هي ب3 هنا ب2. طيب تيجي نحط اقل رقم. تعال نحط مثلا 3. 3 في 2 ب6. شكرا. اشتغلي مالك اهو. بص كده، 3 في 2 6 اكسجين. باظت يا مستر. انت هنا كان عندك 3. انت صح. كام في 3 يديني 6؟ برافو. 2. نمسح بقى كل ده تاني. يعني ايه؟ 2 في الكي يبقى هنا 2. 2 في السيال 2 سيال. 2 في 3 6. برافو، ظبطنا الاكسجين. بوظنا الاثنين التانيين ليه؟ ولا اي حاجه. حط هنا الاثنين. 2 في الكي ب 2. 2 في السيال ب 2. ظبطت شمالك قد يمينك؟ خلصت. طب انا كنت برنس في الاول مع نفسي ولقيت ان هنا 3 واختها 2، حطيت جنب دي 2 وجنب اختها 3.
اتحلت وارجع اظبط الموضوع بشويش. طيب هنشوف اللي بعده. S8 بلس O2 تديني SO2. بص كده يا حبيبي، S8 بلس O2 تديني SO2. طيب عندك كام اس يا ابني هنا؟ 8 يا مستر، ما هي S8 والاو ب 2. برافو. هنا الاس بكام؟ ب 1 والاو ب 2. حلو. الاو مظبوطه، ال8 بايظه. طب ما انا لازم عشان عايز اوصل الاس بدل ما هي ب 1 تبقى ب 8، هتحط كام؟ حط 8. طيب يبقى كده انت ظبطت هنا مين؟ الاس. بس الاو بقى بقت 8 في 2 ب 16. يبقى هنا طب اعمل ايه؟ كام في 2 كام؟ في 2 يديني 16. 8. يبقى كده ايه؟ 8 في 2 اداني كام؟ 16. شمالك قد يمينك. شكرا انت عملت لها بالانس. تقزقز كده بشويش خالص، الموضوع فيهوش اي مشكله. تعال نجرب حاجه اصعب شويتين، حروفها كتيره شويه. ادي هنا كربون ب 2، ادي هنا هيدروجين ب 6، ادي هنا اكسجين ب 2، ادي هنا كربون ب 2، ادي هنا هيدروجين ب 2، ادي هنا اكسجين. خد بالك من اللي جايه دي، الاكسجين احنا بنعد كل اللي في البرودكت، يعني ما تقوليش الاكسجين هنا 2 و1، لا كله كام؟ 3. طيب مين اللي ناقص عندك؟ السي مظبوطه، السي مظبوطه 2، الهيدروجين هنا ب 6 هنا ب 2. تعال نظبط الهيدروجين. الهيدروجين هنا ب 6 هنا ب 2، كام في 2 يديني 6؟ 3. يبقى كده هنا 3 في 2 اصبحت كام هنا يا دكتور؟ اصبحت هنا كام؟ 3 في 2 ب 6. مستر ثواني بس، ما هو يا مستر الثلاثه دي زي ما هي اتضربت في الاثنين بتاعت الهيدروجين اتضربت كمان في ال1 بتاع الاكسجين. برافو. كده معايا 2 اكسجين ومعايا 3 هنا اكسجين، يبقى عدد الاكسجين في البرودكت اصبح كام؟ 5. صح؟ 3 هنا مع الميه و2 مع هنا كربون دايوكسيد. برافو. مستر دي باظت، ما انت عايز تظبط الاكسجين يا مستر. برافو صح، احنا محتاجين نظبط الاكسجين. طب اعمل ايه يا مستر؟ هعلمك طريقه كده. بص يا حبيبي، انت الكربون هنا اتظبط صح؟ والهيدروجين هنا اتظبط صح؟ وادي هنا الكربون مظبوط والهيدروجين مظبوط، ناقص لك مين يظبطه؟ الاكسجين. هنا ب5 لكن هنا ب2. ماس بقى، كام في 2 يديني 5؟ يا مستر كام في 2؟ 2 ونص. 2 ونص في 2 تديني 5. وفي حاجه اسمها نص، هتعملها كده وترجع تظبطها. يعني ايه؟ يعني هنا 2.5. انت عايز نفسك من جواك تعرف تحط هنا كلمه 2.5. لو انا بس حطيت هنا 2.5 في 2 تديني هنا كام؟ 5. صح؟ صح. بس احنا ما عندناش لغه الفراكشن في الاتومز. طب اعمل ايه؟ بعد ما تكتبها 2.5 بص الحته الجايه دي، اضرب الايكويشن كلها في 2. مش فاهم يعني اعمل ملتبلاي 2. كل الكوفيشنت حتى اللي هنا ده 1 وهنا الكوفيشنت اللي هنا اضربه في 2. بمعنى 2 في C2 يبقى تديني 2 C2H6 زائد 2.5 في 2 تديك 5 O2. ما هنا ده في 1 صح؟ 1 في 2 يبقى تديني 2 CO2. حلو. زائد 3 في 2 6H2. مستوى احتراف ده، مستوى احتراف. طيب تعال نراجع ها، تعالى نراجع. ما تقتنعش باللي انا بقوله غير لما نحل. ما تقتنعش غير لما نحل. معاك يا ابني كام كربون هنا؟ 4. كام كربون هنا؟ اعمل ايه يا مستر؟ انت مش قلت لنا اعمل كده؟ ايه رايك؟ طيب اللي بعده، معاك كام هنا هيدروجين؟ 12. معايا كام هيدروجين هنا؟ 12. الله، طب ما الدنيا مظبوطه اهي. حلو قوي. طيب اعمل ايه تاني؟ يعني انا دلوقتي معايا 2 كربون دايوكسيد و6 هيدروجين. الله، ده انا مظبوطه جدا. طب ايه اللي بايظه عندي؟ تعال نحل، تعال نبص تاني. طب انت معاك كام اكسجين؟ معايا في الاكسجين هنا 10. هنا 2 في 2 بكام؟ ب4 و6 10. طب ما انت هنا معاك كام؟ 10. الله ده جميله قوي. لا مستر جميله قوي، مفيش حاجه مستر مفيش حاجه مظبوطه يا مستر. الدنيا خربانه. بص كده معايا ها، بص كده معايا. انت هنا معاك كام كربون؟ معايا 4 كربون. معاك كام هيدروجين؟ معايا 12 هيدروجين. طيب معاك كام اكسجين؟ مستر انا معايا 10 اكسجين. برافو. تعال نشوف بقى هنا، ما خلاص احنا زودنا هنا 2. معاك كام كربون؟
معايا 2 كربون هنا 2. معاك كام اكسجين؟ 2 في 2 يبقى كده الاكسجين هنا 4 في الحته دي و6 معايا 10. معاك كام هيدروجين؟ معايا في الهيدروجين 12. طب يا مستر كده اعمل انا ايه في الكربون؟ انت ما في مشكله، ده احنا محتاجين الكربون ده يبقى كام؟ ها الكربون ده لازم يبقى كام؟ لازم يبقى هو كمان زي ده 4. طب كده هضطر احط هنا كام؟ 4 صح؟ مستر بس انت لما تحط هنا 4 الاكسجين عندك هيضرب. يعني ايه؟ يعني ده المنظر. بص كده بص كده بص كده. مش عايزك تيأس، مش عايز، انا بحل معاك فانت انت يعني فاهم؟ ما تقلقش خالص. يعني يا مستر انت دلوقتي عشان تظبط الايكويشن محتاج هتبقى 4CO2 زائد 6H2O، وهنا تبقى 2C2H6. اقول لك برافو. اعمل ايه بقى في الاكسجين؟ انت خربتها خالص. بص كده معايا، 4 كربون 4 كربون، 12 هيدروجين 12 هيدروجين. الاكسجين بقى 4 في 2 8، 8 و6 14. انا عايز الاكسجين هو كمان يبقى 14. حط هنا 7. يا لهوي يا مستر دي صعبه قوي، ده انت رحت وجيت. انت تقعد تلعب صدقني، هي ما جاش غير كده وتيجي بالممارسه. يعني ايه؟ يعني انا لو عطلان هاجي عند ديت اقول ايه ده انا ظبطت الهيدروجين وظبطت الاكسجين وظبطت الكربون، خرب في واحده. ده انا لو حطيت هنا رقم كله باظ. كله هيبوظ واحده واحده. ماس، موضوع ماس، ما تيأس، بشويش الكلام ده كله بشويش. طيب هنشوف اللي بعده. Al2SO4 يا نهار ابيض. تمام. Ol3 زائد CaOH Ol2 تديني AlOH Ol3 زائد CaSO4. ايه الكلام الجامد ده؟ بص كده معايا بشويش، طلع كيف ما فيش اي مشكله. الالومنيوم عندك هنا كام؟ 2. خد بالك بقى من اللي جايه دي، ها خد بالك بالطريقه دي. الاس او 4 يا ابني دخلت اس او 4 خرجت اس او 4 صح؟ اتعامل معاها ان هي حاجه واحده. يعني ما تقوليش اس كام وهو كام، لا ده احنا بنتعامل عليها ان هي اتوميك جروب. الاس او 4 دخلوا 3. الكالسيوم 1. الاو اتش مش هي دخلت او اتش وخرجت او اتش؟ يبقى زي ما هي 2. تعال نشوف هنا، يا ريت تكتبهم بنفس الترتيب. الومنيوم اس او 4 عشان عينك بس تظبط، وادي السي اي وادي الاو اتش. بص يا حبيبي، الالومنيوم هنا بكام؟ ب 1. الاو اتش ب 3. السي اي ب 1. الاس او 4 ب 1. مستر دي بايظه، ده انت هنا 2 هنا 1 هنا 3 هنا 1 هنا 1 هنا 1 هنا او اتش 2 هنا 3، مفيش مشكله خالص. تركايتك الجميله هنا 2 اختها 3 حط جنب اختها 3 وهنا 2 بايظه شويش. مش انت عندك دي ب 2؟ هنا 3. طب اعمل ايه؟ حط هنا 2 حط لي هنا 3. تعال نعد من الاول تاني. 3 في السي اي يبقى هنا دي ما بقتش 1 دي بقت 3. 3 في 2 او اتش يبقى اصبحت 6 او اتش. طيب 2 في ال، بص كده معايا، يبقى انا عندي هنا 2 الومنيوم و2 في 3 اصبحت 6 او اتش. حلو قوي، يبقى انا كده الالومنيوم ظبط والاو اتش ظبط. الكالسيوم لا، ده انا عايز الكالسيوم هنا ب 3 والاس او 4 هنا ب 3 هنا ب1. حط هنا 3. العب كده تعال نعد. 3 في سي اي يبقى 3 سي اي، 3 في اس او 4 يبقى 3 اس او 4. هنا قد هنا اقعد العب. بس ارجوك وانت بتزود الارقام، احنا بنزود الارقام اللي في الكوفيشنت اللي هنا اللي هنا اللي هنا. تقول لي ما هنا مفيش حاجه، هنا 1. اوعى تغير في الارقام اللي تحت، لو غيرت في الارقام اللي تحت انت لعبت في حاجه اسمها الكيميكال فورمولا. طيب هنشوف اللي بعده. CA OH Ol2 H3 PO4 تديني CS3 PO4 Ol2 زائد H2O. تعال نشتغل. معاك هنا كالسيوم كام يا ابني؟ كالسيوم 1. كام او اتش؟ هي دي بقى المشكله. انا المره اللي فاتت لو قلت لك تفتكر قلت لك هي طلعت زي ما دخلت حطها زي ما هي، لكن هل الاو اتش دخلت او اتش خرجت او اتش؟ لا، يبقى ما تكتبهاليش او اتش. امال اعمل ايه يا مستر؟ اكتبها لي كده، بص او و اتش وبعدين بي او 4. طب اشمعنى بي او 4 يا مستر ما فكتهاش؟ لان هي دخلت بي او 4 خرجت بي او 4. طيب تعالى بقى نشوف، ادي الكالسيوم 1. طيب الاو 2 في او يبقى 2، وادي 2 في الاتش يبقى 2، وبعدين معايا 3 هنا اتش كمان. يبقى هنا عندك 3 4 5 يبقى 5 هيدروجين. الاكسجين 2. البي او 4 1. طيب تعال نشوف بقى طلع لك كام بي او 4 هنا؟ اول 2، يعني طلعوا 2 يبقى ارجع احط هنا 2 والاكسجين ب 1. تعال نشوف الاكسجين هنا 2 لكن هنا بكام؟ ب 1. حط هنا 2. ظبط كده معايا الهيدروجين تاني. الاكسجين بقى ب 2 والهيدروجين بقى ب 4. راجع، مشكله كبيره. الهيدروجين هنا بكام؟
ب 8. لكن الهيدروجين هنا بكام؟ ب 4. اوصل ازاي ال 4 ل 8؟ شيل ال 2 ديت. كام في 2 يديني 8؟ يبقى احط هنا 4. تعال نشتغل. 4 ملتبلاي 2 اصبحت 8. 4 ملتبلاي 1 اصبحت كام؟ 4. تعال نبص. يا كالسيوم ظبطت؟ لا. يا بي او 4 انت ظبطت؟ لا. ده الدنيا خربانه. لا هنا ظبطت اهو بي او 4. يبقى هنا عندي كام بي او 4؟ 2. يبقى انا ظبطت البي او 4. طب الهيدروجين ظبطت الهيدروجين. طب الاكسجين فيها لسه مشكله. ايه هي المشكله؟ ان انا عندي 2 بس هو عايز يبقى عندي كام؟ 4. كام في 2 يديني 4؟ احط هنا 2 واقعد العب. يبقى هنا عندي 2. يبقى اشيل الاكسجين. كانوا كام هنا؟ 2 اتضربوا في 2 اصبحوا كام؟ 4. طب استنى، ده احنا عندنا مشكله ثانيه. يا كالسيوم انت هنا بكام؟ ب3. بس انت هنا بكام؟ ب2. طب اعمل ايه؟ هشيل ديت واحط دي 3. طب وبعدين هقعد اظبط البالانس، ازود هنا مره وازود هنا مره وازود هنا مره وازود هنا مره لحد ما اوصل ان شكل الكوفيشنت عندي كله يبقى عامل ازاي؟ هخلي السي اي جنبها 3 والاتش 3 بي او 4 2 ونشتغلها كده. يبقى هشتغلها 3 سي اي او اتش اول 2. طب اشمعنى اخترت كلمه 3؟ عشان الكالسيوم هنا كمان ايه؟ 3 زائد ادي الاتش 3 بي او 4. وبعدين انت البي او 4 عندك طلع كام زي ما اتفقنا؟ طلعوا ب2. يبقى هتحط جنب، يبقى هحط هنا 6 ووتر. ودي اصعب واحده اخدناها النهارده بنفنش بيها الفيديو بتاعنا. شباب فكره ان انت تعمل بالانس للكيميكال ايكويشن بال طويل واقعد قسم ورقتك يمين وشمال. يبقى انت كده تراجع لك بقى الكيمستري. منهج اولى اعدادي، منهج ثاني اعدادي اللي تعرف عنه في ثالثه اعدادي، اللي هتبدا بيه اولى ثانوي. دي البيزس الاساسيه اللي انت خدتها في كل المراحل اللي فاتت كلها، من الاسهل خالص للاصعب. اشوفكم دايما على خير. دي اقوى حصه ريفيجن كيمستري تاخدك كده من البيزس لحد ما تبقى استاذ قد الدنيا. اشوفكم دايما على خير. كان معاكم مستر مينا عماد. اشوفكم على خير. سلام يا شباب.